دكتور عادل. عبد الله ازيك؟ انا بجد مبسوط جدا. انا اكتر. انا عايز بس الساده المستمعين يعرفوا ان احنا لسه ضاربين اكل السوشي. اه في ديلي لا ده لو ابتدينا اصلا. في ديلي كده شويه. بس انا مبسوط جدا ان انت معايا في البودكاست، لانه من اول ما عملت البودكاست في ليست كده حاططها فيها ناس انت فوق على التوب ليست دي، الله يخليك. والموضوع خد مثلا سنتين ثلاثه، بس الحمد لله ارجو ان انا ما اقضيش على وصلنا. البودكاست هتبقى اخر الليسته خالص. متاكد دي هتبقى من احلى الحلقات الله بجد. يخليك، شكرا يا عبدي، وانا مبسوط قوي ان انا بتكلم معاك. طبعا. انا سمعت واتفرجت على انترفيوز فاتت، وبصراحه مناقشات شيقه جدا والمواضيع مهمه جدا بصراحه. كله جديد، خد سعيد بالك بالكلام. كمان هنا كله جديد في جديد لانج. جدا. اللي الناس ما تعرفوش بقى ان انت كنت السوبرفايزر بتاعي في في الجامعه، الماجستير، صح. في الماجستير، صح. ودلوقتي بقينا اصدقاء. اه وطبعا انا كنت سايب مصر بطلع قدامك ساعتها بالتيشيرت بقى بالتيشيرت والدنيا. البرتقاني، ولا فارق خلاص. معاك. وانا ساعتها كنت كمان خارج من مصر، وداخل بقى على الجامعه صح. وفي كندا. كنت شفت الدكتور بتاعي اسمه عادل اسكندر، انا بقى رايح عامل حسابي على الدكتور بتاعي المصري التقليدي اللي هيخلينا نشيل الشنطه بتاعته واعمل له كوبايه شاي واحنا رايحين. العيال من المدرسه لو سمحت يا عبدي بس ايوه بطريقه. ده أنا المعيدين في الجامعه بتاعتي مم. الاندر جراد كان بيخليني اقول لهم يا دكتور، اه وهم ما عملوش ماجستير حتى. فجاي بقى وانا جالك جاي كده. يعني بتهرب من الدكتوراه اصلا. ايوه لقيتك حاجه تانيه لا اوعى خالص. تقول لي يا دكتور. مفيش دكتور دي اطلاقا، بس انا ايوه فاكر ان انت ايوه. كنت فعلا من اول الناس اللي كانت معايا في كندا اطلاقا. يعني انا يا. كنت مثلا بعد ما وصلت بيومين قابلتك، وبعد كده كان عندنا كلاس، وكنت داخل اللي هو لا انا هتعامل بقى معامله الدكتور، وازاي حضرتك عامل ايه ومش عارف ايه. ما تخيلش ان احنا قاعدين مع بعض كده جنب بالظبط النيش انا وانت. بالظبط. لا لا. ف it's such an هي honor فعلا بجد. تجربه مختلفه، بس يعني عايز اقول لك ان انا يعني زي ما انت وصفت كده، بس من الناحيه التانية، من المنظور التاني، ان انت يعني من اول الطلبه اللي يجوا يدرسوا معايا هنا من مصر، اعتقد يمكن امم تاني او التالت. بس انا سعدت جدا ان انت قررت تيجي هنا، لان احنا برضو نعتبر في حته مقطوعه جدا جدا. ومحذوفين حدفه صعبه. فان انت تيجي وتهتم ان انت تعمل الماجستير بتاعك هنا وتدرس معانا، انت برضو اضفت حاجه كبيره جدا الشرف ليا للكوميونتي يا باشا. للجامعه، للبروجرام اللي انت كنت فيه. وبرضو كنت مش تقليدي لاسباب مختلفه يعني. اخلاق مختلفه هنخليها بعدين. اه بالظبط بالظبط. انا بعتبر الاوتيك. انا بعتبر نفسي انا هديه مصر الجديده للعالم. يعني انا من ساعه ما خرجت بالظبط. خلاص انا هديه للعالم مصر. كله. جاي من مصر ابن مصر الجديده، من البار. هليوبلس. أم... تعالى بقى ايه ناخد قفزه للخلف. يا لهوي، قفزه لفين للخلف بقى هترجع فين؟ لفين؟ بدايه بقى خالص ان انا وانا جاي هنا وكنت اه بتكلم معاك بقول لك ان انا فعلا مش فاكر ان احنا اتكلمنا في تجربه السفر، تجربه الهجره بتاعتك. انا عارف ان هي اه بدات من سن صغير، بس قول لي بقى كده الموضوع بدا ازاي وعديت مم. ببلاد ايه، لان انا عارف انت عديت بالظبط. كذا بلد او كذا مدينه. اه وما اعرفش انت اصلا اول فعلا ما اعرفش اول مدينه وصلت لها في كندا فين. عارف ان فانكوفر دي كانت اخر مدينه، صح؟ اه. لا انا سعيد ان انت بتسالني السؤال ده. انا بصراحه مش هكذب عليك، ما فكرتش فيه بهذه الطريقه، يعني اتليست يعني مش سبيسيفيكلي بالطريقه دي. اعتقد ان انا تجربتي مع الهجره يعني ملهاش بدايه حقيقيه، لان انا من ساعه ما وعيت على الدنيا، والفكره ان الواحد ليه اصل وفصل ومكان ومقر واهله وكذا، دي يعني فيها تعقيدات، وفيها فيها يعني حاجات متفاوته. لان انا اصلا اتولدت في اسكتلندا. كان امم اهلي بيعملوا الدكتوراه بتاعتهم في الطب، في مجالات مختلفة في الطب، في جامعة ادنبرا في اسكتلندا. فانا اتولدت هناك، ففعليا انا يعني وعيت على الدنيا في عالم مختلف عن العالم اللي اهلي اتربوا فيه. بس في نفس الوقت يعني ما اقدرش اقول انا وعيت بمعنى يعني فهمت. واقعي، لان انا كنت لسه مش على درايه بالعالم اللي انا كنت فيه. بس تدريجيا اهلي اتحركوا من حته لحته لحته. والمكان اللي هم استقروا فيه، لان هم طبعا مصريين عشان ابقى واضح يعني، بس هم استقروا في الكويت. مم. وعشنا في الكويت لمده، يعني اقدر اقول يعني في حياتي انا اول 15 او 16 سنه في حياتي. يعني انت رحت من اسكتلندا على الكويت، مظبوط مش صح. مش مصر؟ لا اوكي. مفيش، ما في يعني، كان مصر كانت البلد الواحد بيرجع لها في الصيف، عشان يزور اهله ويزور ناسه والاقارب وكذا. بس ما كانتش مقر مم. للواحد. طبعا في الاحساس بالانتماء للبلد دي،
وده مختلف طبعًا عن الإحساس بالانتماء لبلاد تانية. ليه؟ لأن الواحد مهمًا كان اللي عايش في الكويت أو في أي دولة خليجية بشكل عام، أنت علاقتك كوافد في هذه البلاد علاقة تعتبر مش هاقول وافد. إنها سطحية، أنت وافد، آه، يعني أنت تجربة temporary. أنت وجودك هناك ليه definitive end، في نهاية إمم، هتحصل، إذا كانت يعني دلوقتي أو بعد سنة أو بعد 10 سنين أو بعد التقاعد، بس هي هتنتهي لا محالة. وحتى لو حصلت ظروف إن الواحد اتوفى هناك، معظم الوقت الناس ما بتدفنش هناك، صح. فusually بيرجعوا بلادهم الأصل وبيدفنوا في بلادهم. فهو التجربة نفسها المتوقع منها إنها تنتهي. إمم، ففكرة الانتماء ممكن واحد ينتمي للمدرسة، ينتمي للمجتمع، ينتمي للأصدقاء، ينتمي لصُحبة، لجيران، بس انتماء لبلد ده مش مسموح صعب. لك أصلًا. يعني هو لا مسموح لك قانونيًا ولا مسموح لك بالنسبة للهوية، إمم، ولا أنت قادر إن أنت تتفاعل مع المكان اللي أنت عارف إن أنت هتمشي منه at some إمم، point. إمم، إمم. فده خلّى من جوايا الإحساس بمصريتي. ده زائد على إن أهلي كانوا يعني هم اتوفوا دلوقتي، بس لمّا كانوا عايشين كانوا ناس بينتموا فعلًا لمصر. كان مصر. بلد، يعني هم كان في إحساس بالانتماء للبلد دي، رغم إن انتماءاتهم جايز تكون مختلفة عن بعض. يعني هم اهم. كل واحد تجربته بالبلد مختلفة، بس كان عندهم انتماء. فدي حاجة يعني تقدر تقول إنها يعني كانت جزء من المناخ اللي أنا اتربيت فيه في الكويت. إمم. وبعدين كمان المجتمعات، يعني هي المجتمعات الخليجية، بس يعني مش عايز أعمم لأن في طبعًا اختلافات بينهم وبين بعض، ولكن يعني في بعض الأحيان تمييز ضد جنسيات مختلفة، أو at least في زي hierarchy، في نظام مش هاسميه طبقي، بس في بعض الأحيان بيبقى ليه أبعاد طبقية. أبعاد طبقية. بيقسّم الناس إلى فئات، إمم. فالفئات دي في بعض الأحيان بتبقى فئات متقسّمة حسب العرق أو يعني البلد الأم أو حاجة من جميل. هذا النوع. فالناس بتتجمّع مع بعض، فبتلاقي مثلًا المصريين ممكن يقعدوا مع بعض، في الصين مع بعض، الهنود مع بعض، أيوه. وممكن تقسيمات جوّه بعض. يعني مثلًا الهندي والبنغالي مختلف، الباكستاني والمش عارف مين مختلف. فالفئات المتقسّمة دي بتخلّيهم يتقرّبوا من بعض. إمم. فإحنا لقينا نَفْسنا في مجتمع آمم ال بنتقرّب أكتر من الناس اللي هم الexpats اللي زيّنا الوافدين. المصريين يعني والّا؟ ممكن يبقى بشكل عام مع بعض بالمقارنة بأصحاب، يعني اللي هم الناس المواطنين اللي بيسموهم إمم. مواطنين، أو اللي هم الجنسية الكويتية أو الجنسية الخليجية. وفي نفس الوقت ممكن يبقى في زي nucleus أصغر، يعني خلية أصغر، اللي هي الخلية دي بتاعة الناس اللي أقرب للواحد، ممكن يبقوا من نفس الجنسية، أوكي. أو ممكن تبقى حاجة أصغر من كده كمان. فهي عاملة زي concentric circle، زي لو خدنا مثلًا بصلة، ال 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 حلقات. الحلقات بتاعة البصل، كل ما تقرّب، 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 الحاجات اللي الناس اللي فيه درجة الصلة بينك وبينهم أكبر. إمم. بس بشكل عام هو متقسّم، المجتمع متقسّم. فلذلك الواحد حَس إن هو اللي حواليه مصريين، أو اللي حواليه عرب، أو اللي حواليه ناس ممكن في نوع من الانتماء، ولكن الانتماء ده مش للدولة. يمكن الواحد يحترم الدولة، بيحترم الدولة طبعًا. بتقدّم له إيه، أو بتساعده إزاي، أو مصدر دخل، مصدر استقرار وكذا، كذا. ولكن الانتماء ده مش حاجة بتقدر تتفاعل معاها بشكل أيوه. واقعي. فاتربيت في الكويت لحد ما اتخرّجت من المدرسة. إمم. وبعد كده انتقلنا، أو أنا انتقلت من هناك لكندا أوكي. عشان أبتدي فين دراسة في بقى؟ الجامعة. كنت في نوفا سكوشا، في أوكي، في ولاية نوفا كيدال؟ سكوشا في هاليفاكس. ده الhousing، أوكي. ده الhousing university في nice. هاليفاكس. بس عشان أوضّح بس نقطة، بسبب ولادتي في إنجلترا، إمم. فأنا خدت الجنسية ال إنجليزية. البريطانية من الولادة، اهم. وكنت الوحيد اللي في عيلتي اللي عنده جنسية بريطانية. وده عمل زي ازدواجية غريبة في الهوية اهم. من البداية. إن أنا يعني ممكن تحس إن هو الواحد عنده صلاحيات مش عند بقية العيلة، أو أيوه. إن أنا مثلًا ممكن أتعامل معاملة الأجنبي الوافد، بس مش العربي. أنت فاهم في إزاي؟ تفّاهة في أعلى حتّة بقى شوية. في حتّة كده كده أنت أيوه. طلعت بقى ممكن تتنطط على الباقيين. أنت إنجليزي فاهم؟ بس عربي بس إيه آه. زيّنا بس مش زيّنا. فهي فيها هي طبعًا الواحد دي بداية الواحد يوعى على فكرة الصلاحيات، اهم. فكرة الprivilege، إن أنت إيه يعني ما إمم. معنى الprivilege؟ أوكي، الصلاحية دي مصدرها فين؟ فهي أنا دلوقتي طبعًا عشان واحد يعني بادرس يعني
صحافة وإعلام وcultural studies وحاجات يعني مجالات مختلفة. فأنا دلوقتي بقيت مهتم ب ف فكرة الحياة أو المجتمعات بعد الاستعمار اهم. وعاملة إزاي. أنا متأثّر بالشغل بتاع مثلًا إدوارد سعيد وكُتّاب مختلفين بيعملوا أدب مقارن بيفكّروا بفكرة تأثير الاستعمار. إمم. فهي التجربة دي خلّتني أفهم بالضبط يعني إيه إن الواحد يبقى عنده علاقة مع الاستعمار تتعايش معاه حتى بعد ما الاستعمار ده بينتهي. لأن اهم. في زي استعمار ثقافي واستعمار سياسي واستعمار اقتصادي. ف صح. فأنا الاستعمار ده تحس إن هو كان جزء من كياني من ساعة الولادة، إن أنا عندي صلاحيات واخدها من علاقتي مع المستعمر اهم. بتاع من البلد. غير أصلًا ما أنت لسه ما وعيتش على الدنيا ما حتى، وعيتش على الدنيا ولا أعرف ده ولا تعرف إيه، أي حاجة. فاهم إزاي؟ ولكن العلاقة دي العلاقة دي إمم. مبنية على الgeostrategic power، right. القوة الاستراتيجية بتاعة البلاد المختلفة، وأنهي بلد super power وأنهي بلد ضعيفة ومين إمم. بيأثّر على مين. وأنت فين وقد إيه قريب من البلد دي أصلًا. بالضبط، وفي نفس الوقت عندي وعي تام أو ابتديت يعني أكتسب الوعي التام ده إن العلاقة دي مُعقّدة. إمم. يعني هي مش علاقة سهلة. وإن أنا لمّا أطلع من البلاد اللي أنا عايش فيها دي في الشرق الأوسط للغرب، إن أنا الtransition دي مش transition سهلة وسلسة. هي جايز ممكن ثقافيًا أنا يعني متقرّب منها عشان مستوعب، يعني باسمع الموسيقى، باقرا اهم. الكتب، باتفرّج على الأفلام، يعني حاجات اللي هي يعني exposed culturally للproduction أو الأعمال اللي بتطلع من المنطقة الغربية أو الدول الغربية. ولكن يعني الإدراك إن أنت جزء من الdynamic ده، أوكي. دي حاجة يعني وعيت عليها من بدري. أوكي. إذا كانت مثلًا علاقتي بالقضية الفلسطينية اهم. و وانتمائي للقضية الفلسطينية، فدي حاجة يعني في مفصلية يعني بالنسبة لي. فهي دي حاجة برضه بتواجه نوع من الresistance من الناحية التانية. الثقافة الغربية، اللي هي يعني في بعض الأحيان بتلاقيها منتمية أكتر أو مُساندة أكتر للخطاب الصهيوني الإسرائيلي. فالحاجات اللي زي كده خلّتني أحس على طول اللي هو لأ، أنا من هنا بس مش من هنا. إمم. أنا عندي جنسية بس أنا ما عنديش ولاء، أو يعني إيه فكرة ولاء، فاهم قصدي؟ فشكرًا. العفو. ولاء للتليفون برضه أهم حاجة. آه. فبس فأعتقد إن دي كانت التجربة الأولانية. وبعدين لمّا جيت كندا إمم. اعتبرت لوحدك نفسي رُحت جيت لوحدي لوحدك؟ الأول مبدئيًا. أهلي كانوا لسه بيشتغلوا وعايشين في الكويت. ولمّا نقلت لوحدي وجيت الجامعة هنا في نوفا سكوشا، طبعًا أدركت على طول إن كندا بلد بصراحة يعني مختلفة. مختلفة عن بقية البلاد. فكرة الخطاب الاستعماري يعني ما لوش نفس التاريخ وما لوش نفس التجربة بالمنطقة اللي أنا جاي منها. اهم. بالعكس، الاستعمار هنا رغم إن هو يعني متأصّل وsuccessful للأسف في محو التاريخ بتاع المنطقة دي. السكان الأصليين مثلًا الindigenous people اللي كانوا هنا، إمم. نسبة مش قليلة منهم حصل لهم عملية إبادة حقيقية وإبادة عرقية وإبادة ثقافية وإبادة لغة وكل شيء. اهم. لأن التجربة الاستعمارية هنا تجربة it's a settler colonialism، بمعنى إن المستعمر جه وأقام واستقر وفتح وفتح حياته. وبنى دولة فوق الدولة. أها. يعني مشابهة بالتجربة بتاعة إسرائيل. اهم. فأنت جيت وعِشت واستقريت ومش ماشي ومعتبر إن دي بلدك وخلاص الموضوع منتهي. غير مثلًا الاستعمار الإنجليزي عندنا مثلًا، هو بالضبط. كان بيتعامل إن هو حاجة وأنت صح. حاجة. هو جاي بيستغل بيستغل النفوذ، بيستغل المصادر الطبيعية اللي موجودة عندك. يعني كل الحاجات دي أنت you are there to be exploited. اهم. هو جاي to extract، جاي يستأصل الحاجات اللي هو عايزها منّك، وعايز يخلّي العلاقة دي تستمر أكتر وقت ممكن. ولكن هو مُدرك تمامًا إن هو مش هيقدر لا يبيدك ولا يحكمك يعني إلى ما لا نهاية. إمم. يعني هي في في نهاية التجربة، علاقةً زي بالضبط ما. التجربة اللي وصفتها لك بتاعة الخليج. اللي أيوه. هو الوافد اللي في الخليج زي المستعمر اللي في مصر، اللي هو إمم. في الآخر هيمشي. أو يعني دي الإدراك اللي أدركوه بيتعاملوا معاه كده. الإنجليز على الأقل. أوكي. في تجارب استعمارية في مصر قبل كده،
لأ، التجربة يعني تجربة يعني استعمار واستقرار، يعني فاهم إزاي؟ أنت عايش جاي وعايش وتاخد وهتقعد يعني، المكان، أيوه. وإحنا ممكن مثلًا نوصف 23 قرن من الاستعمار في مصر، أنت فاهم؟ في مش قصدي أعمم على التجربة، بس التجربة الإنجليزية هي إن أنت عندك المستعمر ده البلد بتاعته المصدر بلد صغيرة جدًا، إمم. ولكن عندها أسطول غير طبيعي، ممكن تبعت جيوش لمناطق مختلفة، ولكن إنها تحكم الناس دي، لازم تحكمها بعبقرية إدارية أكتر ما هي تواجد عسكري أو تغيير نمط الحياة بشكل واسع النطاق. إمم. يعني فاهم فاهم قصدي؟ قصدك، أيوه. يعني مثلًا يختلف شوية عن الاستعمار الفرنساوي اللي هو اهتم جدًا إن هو يعلّم التعليم. كل الناس اللغة الفرنسية، عشان بعد كده يبقوا جزء من الempire، يبقى عندهم نوع من الانتماء للempire نفسه، صح، فهمت المستعمر. قصدك. عكس الإنجليزي مش عايز أصلًا لا الانتماء هو ده actually منّك، مش هو ع عايز هو بس. هو بيتعالى عليك، هو بيقول هو لك آه. مبدئيًا الفرق واضح آه، وصريح، أنت حاجة وأنا حاجة، وأنا هاخد بالضبط، منّك اللي أنت عندي. بالضبط، بالضبط. بس آه. بالعكس أنت تبُص مثلًا على التجربة الاستعمارية الفرنسية في الجزاير، بالمقارنة بالتجربة الإنجليزية الاستعمارية في مصر، يعني فرق شاسع جدًا. إمم. عمومًا أنا مش قصدي أخُش في فاهم قصدك. التجربة دي، بس بس هو الموضوع بتاع الاستعمار في كده يعني كحاجة بس آه، صغيرة، لمّا أنا بقى جيت هنا إمم، أدركت قد إيه إن هم قدروا فعلًا يمحوا الجزء ده خالص صح، بالنسبة لأي حد برّه كندا، آه، لإن إحنا كان تقريبًا حاجة في event في الجامعة في أول شهر أو شهرين والّا إمم، حاجة زي كده، وبعدين جابوا elder اللي هو شخص يعني زي شخص مش عارف، مخضرم، مخضرم، آه، شخص مهم آه، بالنسبة للnations اللي صح، هنا، عشان يقول كلمة. زي رؤساء قبائل كده، آه بالضبط، فهو آه، يعني بيعملوا حاجة كده منظر يعني عشان يقول كلمتين وبعدين آه، إيه، يمشي. فالمهم الشخص ده جه وبدأ طبعًا عمل زي تحية في الأول باللغة بتاعة السكان الأصليين. أنا كواحد مصري جاي هناك ما يعرفش أي حاجة، حسيت اللي هو إيه ده! أنا مش فاهم حاجة، إمم، أنا فاكر إن أنا باعرف أتكلم إنجليزي بس آه، ده مش إنجليزي، مش فاهم أي حاجة بتحصل. إمم، المهم الشخص ده ابتدى إيه، يشتم في اسم الجامعة سايمون فريزر، آه، اللي هي اتعملت تقريبًا. ما أعرفش سايمون فريزر كان صح، شخص كان يعني مستثمر ومستعمر، مستثمر ومستعمر. آه، فأنا بقى بقيت قاعد أنا مش فاهم حاجة يا جماعة، هو مين الشخص ده أصلًا، وإزاي بيشتم في الجامعة اللي إحنا آه، فيها، وجايبينه ليه، وإيه اللغة اللي اتكلم بيها دي. إمم، وبعد كده بدأت أسأل اللي حواليّا وابتدى الناس تشرح لي بسيط، فحسيت اللي هو ما عندناش أي فكرة بالموضوع ده خالص. إن صح، كندا شاطرة جدًا إن هي قدرت تمحي حقيقي. الجزء ده تمامًا. لأ ده حقيقي، وهي خلقت فوق الأرض وفوق المجتمع ده زي مجتمع تاني خالص ما لوش أي علاقة بالمجتمع الأصلي. اهم. ومش بس كده، ده في كان محاولات يعني حقيقية إن هم ياخدوا الأطفال ولاد وبنات الناس السكان الأصليين ويدخّلوهم بيوت لناس بيض مهاجرين عشان يبيضوه. يبيضوهم من الآخر، آه. بالضبط فاهم إزاي؟ تاخد لهم وِش كده اللي هو هيتحولوا، وأنت لو طلّعت منهم اللغة أو طلّعت منهم علاقتهم الشخصية مع المجتمع بتاعهم وخرّجتهم من الأراضي بتاعتهم، إمم. فأنت كده تقدر تقول إن أنت لو عملتها لمدة جيل كامل، قضيت فأنت على مسحت العلاقة دي. صح. يعني لا عارفين أصلهم ولا فصلهم ولا لغتهم ولا فاهمين أي حاجة. صح. فلذلك لحد دلوقتي أنا النقطة اللي أنا باحب أضيفها في الحتّة دي لأن هي مهمة وبننساها، وخصوصًا للناس الناس المهاجرين العرب أو مصريين أو من بلاد مختلفة أو جايين هنا، بينسوا أو في بعض الأحيان يقول لك والله ليه السكان الأصليين مش عارف مالهم، ليه مش عارف اسمه إيه ده، هم عالة على المجتمع أو إمم. هم اسمه إيه ده، نسبة الalcoholism عندهم آه. عالية أو نسبة مش عارف إيه. هو التجربة بتاعة الناس دي تجربة يعني اقتلعتهم من كل اللي هم عارفينه. اهم. دي تجربة إحنا يعني رغم من التجارب اللي إحنا مرّينا بيها، إلا إن إحنا عمرنا ما حد جه أبادنا تمامًا، واللي تبقى منا أوكي، لا عنده لغة ولا عنده تاريخ ولا عنده وعي بهو مين، اهم. وعايشين في أراضي وفي مجتمعات ما لهاش أي علاقة بأصلهم اهم. بفصلهم، ولازم يتعايشوا ويتأقلموا معاها، يتعلموا اللغة بتاعتها ويخشوا الجامعات بتاعتها، ومش بس كده أنت غيّرت اسم البلد وسميتها كندا غصبٍ عنهم، وبتحتفل بكندا day كل سنة، تحتفل بتجربة الاستعمار، إمم. فاهم؟ زي فأنت الاحتفال بتاع النكبة كده. زي النكبة بالضبط، أوكي، مع الفرق إن في فلسطين إن تجربة الشعب الفلسطيني تجربة يعني مقاومة طويلة المدى، اهم. مترسخة، بمساندة كبيرة جدًا
من مجتمعات ودول تانية، وحروب اتخاضت بين دول وإسرائيل مع السكان الأصليين هنا في كندا، ما إمم، كانش ليهم حليف في أي حتة. صح. لا أمريكا تجربة الإبادة بتاعة السكان الأصليين إمم، مشابهة إن صح. لم تكن أسوأ. إمم، ما فيش أي حد واقف يساندهم، ما فيش أي جيوش، ما فيش أي حروب، ما فيش أي حاجة خالص. فهُم لقوا نفسهم لوحدهم ضد يعني قوى جبارة هدامة مسحتهم تمامًا. أوكي، واللي تبقى منهم دلوقتي بيحاولوا يعيدوا بناء مش هاقول المجتمعات، العائلات بتاعتهم، حاجة إمم، صغيرة خالص كده شوية، شوية كده إيه، تحاول توصل لحاجة. فطبعًا تجربة صعبة جدًا، وزي ما بيقولوا بالإنجليزي في حاجة اسمها إيه intergenerational trauma. اهم. أوكي، اللي هو التروما ال حاجة متراكمة جيل ورا وراثيًا جيل ورا كده جيل ومتوارثة. أنت فاهم قصدي؟ آه. فدي حاجة صعبة جدًا إن الواحد يعني يتعامل معاها. إمم، فطبعًا زي ما أنت بتقول بعض الأحيان الناس دول لمّا بييجوا عشان يتكلموا بتبقى فرصتهم إن هم ياخدوا يعبّروا. موقف ضد المؤسسات، اللي هي مثلًا الجامعة اللي أنا بادرس فيها. أعتقد دي حاجة كويسة إن الواحد يعني بيفتقدها في دول كتيرة في العالم، إن أنا ممكن أطلع أقول على فكرة الجامعة بتاعتي دي جامعة اللي أسسها راجل مستعمر، وإن إحنا لازم نغيّر الاسم بتاع الجامعة لو إحنا يعني هناخد موقف إمم، ضد الاستعمار. قاعدين بنتكلم إن الاستعمار حاجة سيئة في البلاد دي والبلاد دي والبلاد دي، بنبُص على نفسنا نشوف إحنا أيوه، عم إزاي نعمل إحنا إيه؟ بنرسّخ الاستعمار ده. فعشان نبقى لينا موقف نقدي تجاه الاستعمار، إحنا لازم نغيّر الاسم. مش بس كده، الاسم ده لا يمثل ده حاجة رمزية مهمًا كان. إحنا لازم نتكلم على إزاي نعيد هيكلة الجامعة وهيكلة المؤسسات اللي هنا، خصوصًا مؤسسات الدولة، إنها بدل ما تخدم المستعمر والمهاجرين الجدد اللي إحنا جزء من التجربة الاستعمارية أصلًا. إمم، يعني إحنا إحنا جايين جايز نقول لك والله أنا ما ليش دعوة، أنا مش أنا المستعمر آه، الأول. لسه بس جاي. إحنا أنا جاي مستفيد بدرجة أولى من المنظومة الشكل الاستعمارية بتاعهم، اللي آه. هي موجودة دلوقتي. يعني إيه البلد اللي ادّتني دعوة وجابت لي ادّتني فيزا وخلّتني آجي أستقر هنا وأدرس مش عارف إيه، ما هي دولة استعمارية. اهم، أنت فاهم قصدي؟ أيوه، يعني بتدّيني من صلاحيات هي لم تكتسبها بشكل شرعي. اهم. أنت فاهم قصدي؟ فأنا ما زلت فدي جزء من فأنا ما الموضوع. زلت جزء من المنظومة الاستعمارية دي. بس دي حاجة بتساعد الواحد إن هو يعيد النظر ويعيد يبقى في نوع من المراجعة للهوية الشخصية وعلاقته بالهوية اللي هو بيتعامل معاها دلوقتي. يعني جايز الواحد يبقى عنده هوية مصرية، بس الهوية المصرية دي مش حاجة كده fixed، مش مزنوقة. يعني في كلمة بنستخدمها بالإنجليزي اسمها ossified، إن حاجة تتحول إلى عظم، إمم. تنشف جزء كده أو من تتجمد. أوكي، فهي مش حاجة متجمدة، هي حاجة متحركة. فهي حتى في الهجرة التجربة مع الهوية دي تجربة يعني فعّالة وconstantly in flux. إمم. يعني يعني الحركة مستدامة فيها، فأنت constantly cycle. revising. فالrevising ده لازم يبقى مبني على أُسس اللي هو إيه علاقة الهوية دي بمصادر القوة. ودلوقتي طالما إحنا بنعيد النظر في التجربة الاستعمارية، يبقى إحنا لازم نعيد نظر في الهوية الاستعمارية. اهم. كل ده أنت لمّا أنت نقلت من الكويت أنا دخلت في حتّة تانية خالص، لأ أنا استنى آسف. ارجع لي بس شوية، ارجع أنا لي آسف. بس واحدة، واحدة الأول. ده كل ده أنت لمّا نقلت من الكويت على كندا، ابتديت تدرك بقى كل ابتديت ده، أدرك بقى نفس الإدراك إن اللي أنت أنت بتدركه، اللي هو ثانية واحدة أنا جزء من منظومة. آه. يعني أنا جاي هنا بادرس، اللي هو أنا واحد جاي أدرس أخش طب أنا مش عارف إيه، مالي، أنا أعمل ما ليش نفس دعوة بالكلام ده كله. الحلم العربي، الحلم المصري، الحلم العائلة البسيط، اللي هو اطلع اعمل آه. ادرس خلّص جيب ابقى قرشين تجيبه أرجع لغاية أفتح فرن في قرشين في في مصر آخري كده. أنت فاهم إزاي؟ ففجأة جيت لقيت نفسي اللي هو لأ، ثانية واحدة ده أنا جزء من حاجة. إمم. الحاجة دي مش سهلة وبسيطة. أنا مش جاي آخد اسمه إيه ده، شهادة وأمشي. أنا جزء من حاجة. إمم. آآ وفي نفس الوقت لازم يعني أرجع تاني وأقول إن أنا برضه كان عندي صلاحيات. إن أنت لمّا تكون جاي بجنسية إنجليزية، إمم. أنت غير أنت مصر. جاي بتتنطط على المستعمر، ما أنت المستعمر بتاع أنت جزء المستعمر. برضه أنت أنت جزء. فاهم إزاي؟ أنت إنجليزي، يعني أنت كنت مستعمر المستعمر، المستعمر نفسه. فأنت يعني 3 layers. فأنا جاي ومثلت شايف اللي هو حقيقي أنا وأنا جاي منهم. من منظومة إنجليزية بقى، إحنا الكل في الكل، ما أنتم مين فيكم نفسكم مين، حاجات كده. ف معلش سؤال، هو آه. أنت في الوقت ده حرب الكويت كانت شغالة والّا كانتش لسه لأ، اشتغلت؟ حرب الكويت إحنا كنا في الكويت أياميها. آه. ده اللي هي الحرب الخليج، اللي هي حرب الخليج الغزو العراقي للكويت، وما بعد ذلك الحرب اسمه إيه ده، الحرب اللي هي أمريكا والدول المختلفة اللي منهم مصر 34 دولة أيوه. لتحرير الكويت من الغزو العراقي. ففي الفترة دي أنا كنت متواجد في الكويت،
وهربنا من الكويت أياميها، أوكي. فدي كنت موجود فيها للأسف you know فحضرت وأهلك هذه كانوا الفترة. موجودين هناك وكده. وبعدين هربنا طبعًا، ودي تجربة يعني تجربة تانية لوحدها، لوحدها. يعني أنت يعني فجأة بتبقى عايش متخيل إن أنت عندك صلاحيات، وبعدين فجأة تكتشف إن أنت البلد اللي أنت عايش فيها دي أُبيدت من على وجه الأرض، أنت فاهم إزاي؟ يعني ما فيش حاجة اسمها الكويت، الفلوس اللي عندك انتهت، البنوك اتفوّرت، ما عندكش أي حاجة، فأنت kind of يعني بتبتدي تبُص على العالم بشكل مختلف، لإن إمم. أنت actually بتفقد كل شيء. وفقدان كل شيء ده يعني هي الواحد لمّا بيفكّر في تجارب اللاجئين إمم. واللي بيمرّوا بيه، فأنت يعني أنا تقدر تقول إنها تجربة يعني صغيرة جدًا بالمقارنة بالتجارب اللي هم مرّوا طبعًا. بيها، بس الإحساس إن أنت كل شيء فُقِد، وإن أنت حياتك على كَف عفريت، ومش متأكد بالضبط إذا كان أنت ممكن هتعيش بُكرة والّا مش هتعيش بُكرة، والّا هتوصل بلدك والّا عارف بلدك دي فين، فهي التجربة دي معقّدة جدًا، بس هي قدرت إنها يعني ترسخ جوايا فكرة إن الواحد يعني أنت عارف اللي هي المصطلح اللي هو أنت طالع منها بإيه؟ يعني اللي إمم. هو أنت إيه يعني تاخد إيه من هتاخد إيه من الدنيا، فاهم قصدي؟ آه. ف بيبقى تفكيرك وأسلوبك في التعامل مع العالم اللي حواليك أكثر تواضعًا، يعني اللي هو يعني أنا مش محتاج كل ده، إمم. أنا محتاج بس إيه، أبسط من كده أبسط بكتير من كده عشان أعيش بكتير، طبعًا وانبسط. مع الفرق إن النيش اللي ورايا بيدّيك إيحاء إن في حاجات ذات قيمة، في كريستال. في كريستال عصفور. طب ما هو على فكرة الكيش كيش الكيش النيش ماشي، الاستعمار الإنجليزي، طبعًا. هل مش هو يعني هل حاجات زي دي صغيرة بتخش عندنا في الculture بسبب الاستعمار؟ absolutely طبعًا. هل النيش جزء من الكلام ده؟ طبعًا النيش ده عبارة عن لأ طبعًا النيش ده جزء لا يتجزأ من الاستعمار بشكل ليه عام، بقى؟ يعني لو فكّر يعني مش بس النيش، أنت خُد مثلًا فكرة الديكور عندنا في المجتمع المصري، يعني إمم. الصالون شكله إيه؟ الصالون اللي هو بتاع الأساس المُدهّب الفرنساوي ده. والمش عارف إيه الفرنساوي، طب ما ده كل ده منين؟ ده جاي الموبيليا اللي بتطلع من دمياط، إمم. هي لو تفكّر لو في عفش هيطلع من دمياط حقيقةً يبقى شكله إيه؟ أكيد مش شكله مثلًا لوي XIV يعني أنت فاهم إزاي؟ أيوه. فلازم يبقى شكله حاجة مختلفة، فإحنا يعني من جوانا فكرة إن إحنا لازم نتشبّه بحاجة مختلفة عننا عشان مش إحنا بتاعتنا. not good enough إمم. أنت فاهم قصدي؟ إمم. يعني لمّا أنا مش عايز أفتح الموضوع ده على الواسع، بس لمّا دخلنا في الحتّة بتاعة مثلًا تمثيل كليوباترا أيوه. هتطلع لا يفتح على إزاي، الواسع. أنت فاهم إزاي؟ لأ، يعني تمثّلها واحدة سودا لأ، تمثّلها واحدة بيضا أوكي. إمم. مقدونية ماشي أهلًا وسهلًا. يعني أنا فاهم إن أنا ممكن أخُش في تفاصيل الموضوع ده، بس أنا عايز أقول إن إحنا في نفس الوقت عندنا درجات يعني من الهوية المرغوب فيها اللي ودرجات من هو الهوية اللي مش مرغوب فيها، غير مرغوب فيها. وهي الgradient ده أو الspectrum اللي إحنا بنتكلّم فيه ده spectrum at the top هو الدول الاستعمارية، من الآخر كده. وكل اللي يقرّب منه بقى يبتدي ينزل الspectrum كمان. بالضبط. فإحنا عندنا علاقة مُعقّدة مع البلاد دي، يعني مثلًا إحنا بنحب نتشبّه بيهم أشكال مختلفة، ولكن في نفس الوقت بس هم أساس البلاوي كلّها، هم أساس البلاء وإحنا عارفين كده. وعارفين كده، وفي نفس الوقت هم عارفين they know how to sell themselves اهم. أنت فاهم قصدي؟ يعني عايز أقول لك حاجة، أنت خُش أي منزل غربي دلوقتي ودوّر على نيش، مش إمم. هتلاقي أصلًا it's very rare إن أنت تلاقي أيوه. حاجة زي كده. أيوه صح. المنظر ده عبارة عن حاجة يعني تراكم ثقافي قديم ممكن تلاقيه مثلًا في الold colonial homes اهم. أنت فاهم أيوه قصدي؟ صح، صح. أو مثلًا في القصور الأوروبية القديمة، أيوه. إنما دلوقتي هو حاجة مش practical أصلًا، صح، صح، بس إحنا صح. بالنسبة لنا الموضوع مش مسألة practicality مش مسألة إن هو مفيد والّا مش مفيد، كويس ومش كويس، ده الحاجات اللي جوّه ما بتتفتحش أصلًا، يعني هو مطرّب لسبب يعني طعم فاهم؟ الجيلي بس أكيد بتستخدموه. بالضبط. فأنت بس إيه، يعني أنت A منظر وB إن أنت لو طلّعته في يوم من الأيام أنت بقى تحس إن أنت بُص يا جماعة أنا باحترم باعمل جوزي حاجة. أوي، فاهم؟ ده مطلّع لكم يعني أحلى حاجة باعاملكم عندي. معاملة المَلِكة إزاي؟ ف فبس هي دي التناقضات اللي إحنا يعني بنتعايش معاها اللي هو الaesthetics بتاعتنا are informed by الhistory بتاعنا، إن إحنا الاختيارات إزاي بنجمّل نفسنا أو بنجمّل حياتنا أو ال الطقوس اللي ليها دعوة المرغوب وغير مرغوب متأثّرة بطبقات من الهوية اهم. والnegotiations الهوية دي، فاهم قصدي؟ الموضوع كمان بتاع كليوباترا كانت يعني كانت من لو في حاجة كويسة فيه،
آه، هي إنه بقى في conversation عن إن إحنا الهوية بتاعتنا دي إيه، لإن آه، إحنا يعني إحنا حاجات كتير أوي مع بعض، والهوية الفرعونية جزء المفروض من هويتنا، بس لمّا حصل موضوع كليوباترا تحس إن هي بقت مرّة واحدة بقت هي إمم، دي كل أساس حياتنا كلّه، وإن إحنا طول حياتنا فراعنة بس افتكرنا فجأة دلوقتي، آه، بحيث إنه في الواقع إنه إحنا يعني معزولين جدًا عن الفراعنة بشكل كبير، حتى لو إحنا بنقول عكس كده، بس إحنا إيه، عايشين على حسّهم تمام، اللي آه، هو السنين اللي فاتت دي كلّها أي ما تفكّر في أي حاجة فجأة بقينا مرّة واحدة فراعنة. آه، بس موضوع كليوباترا كان غريب لإن أنا دي من اللحظات اللي أنا كمان حسّيت فيها إن هو أنا مش فاهم مصر، يعني أنا إمم، حسّيت بقى إن أنا فعلًا بقى لي كده كتير بعيد، إمم، لإنه لمّا الناس بتتكلّم عن حاجات زي دي وبيتكلّموا عنها بحُرقة شديدة وعصبية وعنصرية أحيانًا، أيًا كان، الناس بتتكلّم عنها كإن الفراعنة دول إحنا 24 ساعة بنفكّر فيهم، بس إحنا إمم، ما بنفكّرش يعني هو أنا بتجربتي كواحد كِبِر في مصر وعاش طول حياته في مصر آه، ما فيش أوي العلاقة دي مع الفراعنة، يعني في صح، الفراعنة اللي هو الله نروح الأهرامات أو نروح مش عارف إيه، بس حاجات ما بنركّزش فيها، بالضبط، فاستغربت جدًا ومش عارف أنت يعني ممكن تكون تفكيرك إيه ناحية الموضوع إن هو ليه أصلًا الناس مرّة واحدة اتعصبت آه. أوي كده للموضوع؟ يعني هل بس عشان هو عنصرية والّا عشان إحنا عندنا عدم فهم الهوية بتاعتنا أصلًا إيه؟ هو بُص عبدي أنا يعني أنا بصراحة مش هاكذب عليك، أنا أعتقد إن أنا رأيي في الموضوع ده مختلف بشكل كبير عن معظم الناس اللي أنا أعرفها، إمم، فيعني أي حاجة هاقولها غالبًا هتزعّل ناس، بس عشان أبقى صريح معاك، أنا شايف إن رَد الفعل الجسيم والمشحون اللي بالشكل ده، أنا بيمثّل لي يعني نوع من الفاشية الاجتماعية. إمم، اللي بتحصل في البلد، فشيّة ليها دعوة بالهوية بشكل عام. صحيح أنا مقدّر وسعيد إن المجتمع المصري مهتم بتاريخه وبتعقيدات تاريخه، أنت فاهم قصدي؟ يعني أنا فاكر على أيام لمّا كنت صغير الفراعنة دول كانوا حاجة بعيدة زي ما أنت بتقول كده، كان حاجة بعيدة كده أنت اللي هو ده جزء من التاريخ، بس التاريخ أنت يعني بتفتخر بيه بس مش بتفتخر بيه برضه في نفس الوقت، آه، أصنامه مش أصنامه ناس يعني الديانة بتاعتهم خلاص يعني انتهت وكذا، كذا، فيعني في علاقة مش عضوية بيننا وبينهم، اهم، في زي فاصل تاريخي بحيث ثقافي بيننا الزمن وبينهم، كمان أنت فاهم برضه يعني، قصدي؟ آه، ولكن إحنا بنمُر بفترة فيها ازدهار ثقافي في مصر، خلّانا نبتدي ن ن نعيد النظر و ونقرّب من ال الاختلافات الثقافية اللي عندنا، اهم، يعني ابتدينا نبُص أوكي طَب إحنا أصلنا فرعوني، أصلنا ممكن يبقى أفريقي، أصلنا ممكن يكون من الجزيرة العربية، أصلنا ممكن يكون مثلًا من أوروبا أو من البحر من منطقة البحر الأبيض المتوسط، يعني إيه هي الحاجات هل إحنا مثلًا من الخليج العربي يعني إن إحنا ابتدينا نفهم المناخ اللي حوالينا والمناطق اللي حوالينا المجاورة مجاورة لينا و اهم، علاقتنا بيهم عاملة إزاي، أنت فاهم قصدي؟ فأنا سعيد إن ده بيحصل، وسعيد إن إحنا ابتدينا نفتخر بتاريخنا، دي طبعًا، حاجة كويسة، أكيد، وتاريخنا بس تاريخنا كلّه، يعني مش بس يعني تاريخنا الإسلامي والقبطي والفرعوني اسمه إيه ده، والمماليك والأمويين يعني والفاطميين، يعني أنت ممكن تاخد كل التاريخ ده صح، وتبتدي تبُص تقول أوكي ده تأثيره كذا، وكذا، 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 وفي السلبي والإيجابي، ويعني نبتدي إيه، نبُص على تاريخنا مش بطريقة مبسّطة وسهلة، ولكن أنا شايف إن رَد الفعل بالتشنُّج الفظيع ده، ده بيمثّل بالنسبة لي رَد فعل فاشي، صح، والمشكلة الحقيقية behind الresponse أو الreaction الفاشي ده، إن هو الفاشية دي بتمسح أي تعقيدات، إمم، أنا بافضّل إن يبقى في اللي هي تعقيدات، اللي تفاصيل هو صغيّرة تفاصيل كده، صغيرة إن إحنا خلّينا نحاول نفهم شوية الموضوع ده ماشي إزاي، إمم. أوكي؟ يعني مثلًا هل إحنا كشعب مصري عملنا DNA testing لنفسنا بشكل عام؟ في واحدة في المنصورة عملت DNA testing مع آه، موميا وطلعت 100% مصرية، آه، اللي هو عايش معانا واحدة موميا بقى لها آه، 7000 سنة ما فيش حصلش أي نوع من أنواع التزاوج مع أي خالص، جد، جد، خالص. جد، جد في ناس عملت DNA الموضوع وصل لهبل بقى اللي آه، هو إزاي لأ بس يعني؟ بس حقيقي يعني مثلًا أنت عملت DNA test لأ طبعًا، لنفسك؟ لأ، أنا عملت DNA test طلعت لنفسي، إيه بقى؟ أوكي؟ كام في طلعت المِيّة بقى كل مصري؟ حاجة، طلعت كل حاجة، يعني ده يعني يعني أنا واحد مصري as far as I know لو بصيت على تاريخ عيلتي إمم، بتاعي أنا واحد مصري، ابن مصري، ابن مصري، ابن مصرية، ابن مصرية، يعني هو التاريخ العائلي كله مصري. مش شايف فيها حاجة، بس لمّا تبُص على الDNA test تلاقي actually الموضوع
مؤقت جدًا، في مش عارف 20% جزيرة عربية، طبيعي 15% يعني. أفريقي، اسمه إيه ده، السودان والمنطقة اسمه إيه ده، حوض النيل، إمم. حاجات داخلة في بعض، أنت فاهم قصدي؟ فهو اللي أنا قصدي أقوله إن إحنا كمجتمع إحنا مزيج، إمم. وكل المجتمعات عبارة عن مزيج، يعني ما فيش مجتمع pure. pure genetically pure، أيوه. أنت فاهم؟ والgenetic purity دي actually هي بتتغيّر، أنت كل اللي محتاج تعمله إن يبقى في زيجة واحدة بس. هي بتغيّر بتغيّر كل كُلّه. حاجة، أنت فاهم قصدي؟ يعني إحنا مثلًا لو خدنا مثلًا موضوع كليوباترا ده، آه. عيلتها موجودة في مصر قبل ما هي تتولد لمدة 300 سنة والّا حاجة زي كده، لو في شخص واحد بس في مش السلالة مصري. في تاريخ العائلة بتاعتها دي، أوكي، اتجوّز من حد مصري أو خلِّف من حد مصري أو بتاع، خلاص انتهت، صح. انتهت، ما تقدرش تقول إن هي مقدونية 100%، ما فيش حاجة اسمها 100%. هو عامةً أصلًا في الفترة دي إحنا لازم نبقى مدركين تمامًا إن الlife expectancy كانت قليلة، اهم. وإن اسمه إيه ده ال قدرة الناس على الإنجاب كانت أضعف، و وقدرتهم على والsurvival of the survive إن children هم يكمّلوا. يعني infant mortality كان عالي، يعني نسبة وفاة الأطفال طبعًا. المواليد الجدد دول كانت عالية جدًا، إمم. فلذلك كان من الطبيعي جدًا وبيحصل كتير جدًا إن في ناس بيولدوا وبعدين بيربوا عيال غير عيالهم، أصلًا بُص على القصة بتاعة موسى، طبعًا. القصص دي صح. يعني هي جزء من التاريخ الديني بتاع المجتمعات بتاعتنا، ولكن إحنا لازم نبتدي نتقبل إن ده شيء واقعي وبيحصل في كل حتة، أنت صح. فاهم إزاي؟ يعني لو في أي حد في ال300 سنة دول لم يستطع أن عدّى ينجب عليه. وبعدين اضطر يخلّي في طفل بتاع، خلاص يبقى اللعبة بس كلّها كده شكرًا. باظت، آه. أنت فاهم لأ قصدي؟ وبعدين هي فعلًا فاشية لإنه ماشي يا معلم، أحسن ناس في مصر هم اللي 100% الDNA بتاعهم بيقول إن هم مصريين. طب وبعدين؟ يعني كل الناس بقى التانية اللي مش هنبتدي نتعامل بقى كده، أنت 97 وأنا آه، 100% وده 22 ده يبقى هيترمي في آه، الزبالة شكرًا كده مع السلامة، هي بالضبط. لازم تبقى فاشية ما فيش حل بالضبط. تاني. إحنا لو بصّينا على أي مجتمع تاني وسألنا وشُفنا هم بيتعاملوا إزاي مع مسألة العِرق ده وبيتكلّموا بنفس الطريقة بتاعتنا، هنقول إن هم فاشيين. لو إمم. إنجليز قال لك لأ على فكرة لو أنت مش إنجليزي لو مش أبيض. 100% مش أبيض أنت تروح في ال60 داهية. بالضبط إحنا طبعًا. هنقول عليهم إيه، نقول أنتم عنصريين وبيض وكذا، 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 وكذا. فاهم المشكلة قصدي؟ في موضوع كليوباترا اللي الناس ركّزت فيه أوي، آه. هو موضوع إن هي documentary. كل شوية كل ما تقول و لحد يقول لك لأ بس ده documentary يعني بيغيّروا في تاريخ قال يعني لو هو كان أي حاجة تانية غير documentary كان هيفرق، قال يعني الناس لأ كانت ما بُص كانتش هو تتعامل هو كده. هو هو الفكرة إيه، يعني أنا بصراحة لمّا أبُص على الممثلة دي، أنا باحس إنها ممكن تبقى إنسانة مصرية يعني، يعني إمم. أنا أكيد طبعًا. في ناس نعرفها مصريين موجودين مش لازم ننزل تحت مثلًا للنوبة في سوهاج وقنا وفي وأسيوط إسكندرية وفي عادية وفي القاهرة. إسكندرية وفي القاهرة، شكلها ممكن تبقى واحدة من إسماعيلية عادية إنسانة عادية يعني فاهم إزاي، وهي نُص سودا، نُص بيضا، نُص whatever المهم هي لونها قمحي، شكلها كده kind of زينا، أيوه، أيوه. بس هي الفكرة إيه، إن إحنا حسّينا إن إحنا تحوّلنا إلى حُماة تاريخ هذه البلد، إمم. فاهم إزاي؟ بس إحنا ما بنحميهاش من كل حاجة، إحنا بنحميها أكتر من الأشخاص اللي إحنا شايفين إن إحنا مش عايزين ن ن نتباهى بعلاقتنا بيهم، بالضبط فاهم كده. قصدي؟ أيوه. يعني لو كان جاب لك مثلًا مش عارف براد بيت يلعب أخناتون، إمم. أوكي؟ هتمشي. قال لك هتعدّي. يا مستر براد أهلًا وسهلًا، اتشرّف وتنوّر، أيوه. يعني حقيقي هتعدّي. نعظّم له، فاهم إزاي؟ ده فخر لينا إن من أشهر الممثلين إمم. يقرروا إن هم يلعبوا زي مصر. طبعًا. ممكن أقول لك لأ، إحنا هات حد مصري عشان إحنا يمثلنا بس مش عارف إيه، بس هي النقطة اللي أنا عايز أقولها إيه، إن إحنا دخلنا صراع ضد فكرة، إمم. مش ضد شخص. دلوقتي أكتر كلمة معروفة متداولة في مجال المصريين والصراع على الهوية هي كلمة Afrocentricism. Afrocentric آه. Afrocentricism دي أصلًا تلات أرباع المصريين ولا عندهم أي فكرة هي إيه، إمم. هم basically اقتنعوا إن كلمة Afrocentricism دي معناها إن عندنا ناس أفارقة أو من أصول أفريقية أو ناس سود بيحاولوا يتشبّهوا أو يتشبّثوا أو يقتبسوا يسرقوا. يسرقوا التاريخ المصري أو يعتبروه إن هو جزء من تاريخهم، إمم. أوكي؟ اهم. دي مشكلة كبيرة جدًا، ليه؟ لأن أنت actually اختصرت تاريخ طويل جدًا لmovement مهمة جدًا، وهي actually movement تحريرية،
هي السود اللي عايشين في أمريكا الشمالية، والناس دول اتاخدوا من بلادهم واتحطّوا على مراكب واتحوّلوا إلى عبيد ونقلوهم من حتّة لحتّة، وزي ما حصل زي ما وصفنا اللي حصل indigenous للindigenous communities الcommunity الأصليين هنا، عزلوا عن كل عزلوهم، حاجة طلّعوهم من بلادهم عشان يبقى واحد ونقلوهم في حتّة تاني. تانية وحوّلوهم إلى عبيد. إمم. أوكي، فالناس دي في محاولة لإعادة فهمهم أو استيعابهم أو ربط علاقتهم بالقارة اللي هم طلعوا منها، اهم. بيبحثوا على العلاقات دي، أنت فاهم إزاي؟ فهُم من الطبيعي جدًا إن هم لقوا civilizations في غرب أفريقيا، ممكن يبقى في علاقة بينهم وبينهم، وفي منهم لقوا إن في حاجة بتحصل للقارة الأفريقية فيها طبعًا تاريخ تاريخ كبير الفرعوني أوي. ده، التاريخ الفرعوني ده حاجة يعني فظيعة إمم. ومؤثرة، و و والناتج الثقافي العالمي للثقافة المصرية ده حاجة انتشرت في العالم كله، يعني البطالمة قلدوا المصريين، الرومان قلدوا المصريين، الفرنساويين خدوا خدوا المسلات الحاجات وخدوا البتاع بتاعتنا، كلها، الإنجليز تلات أرباع أو مش تلات أرباع يعني ربع سرقوا حاجات من المتحف الإنجليزي اسمه إيه ده آثار من مصر، فهو ثانية واحدة ما فيش حد مش مهتم بالآثار المصرية إمم. والتاريخ المصري، أوكي؟ وبعدين لغاية دلوقتي في اللي هم الfreema أو الماسونيين اللي هم بيروحوا كل سنة عند الأهرامات وبيعملوا طبعًا، rituals طبعًا، طبعًا، طبعًا. في كل في كل حاجة حاجة، الناس وإحنا تستخدمها زي ما هي وإحنا عايزاها. وإحنا بقى لنا آلاف السنين عاملين دعوة مفتوحة مفتوحة لأي حد، للجميع. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا اتفرّجوا، استمتعوا، خدوا اللي أنتم مش خدوا اللي أنتم عايزينه بمعنى الآثار، بس في حاجات اتسرقت، أيوه. غير سرقة قصدي إن هو أنت يعني لو عايز تحب ثقافتنا حبّها، إمم. أنت فاهم قصدي؟ ما فيش حد مقتنع إن مثلًا إن بيونسي أصلها مصري أو مش إمم. هيفرق actually واقعيًا مش هيفرق بالضبط. لحد، لو مثلًا الست دي لو قُلنا مثلًا إن كليوباترا سودا، حقيقي هتفرق لمين؟ إمم. بشرتها كان شكلها إيه؟ هتفرق لحد حقيقةً مش هتفرق، خالص. الشخص الوحيد اللي تفرق معاه اللي هو عايز يفرض واقع بيحسّسه إن هو more أحسن. dominant من التاني. إمم. النقطة بقى اللي أنا عايز أوضّحها إيه، إن أي حد نزل النوبة أوكي، وراح الأقصر وأسوان والمناطق اللي زي كده، وشاف الناس المجتمعات النوبية اللي هي في مصر وفي السودان شكلهم إيه، هيعرف إن التاريخ الفرعوني تاريخ برضه أفريقي، مش هاقول اهم. إن هو أفريقي 100% بس. ولا لأ، هو لمّا قُلنا إن مينا وحّد القطرين، هو إيه هم القطرين دول؟ أوكي، صح. القطر بتاع Upper Egypt ده أوكي، عبارة عن اسمه إيه ده، عبارة عن مملكة الحكام بتوعها سود. اهم. لحد دلوقتي أنت ممكن تنزل أنت عندك يعني عشرات الأهرامات في السودان، أنت فاهم قصدي؟ أيوه. في كان في ثقافة وفي أسرة تاريخ وفي أسرة كاملة بالضبط. 25 كلّها. ف ف فإن إن إحنا ننسى إن في فراعنة مصريين sorry فراعنة أفارقة أو اهم. فراعنة سود أو فراعنة من اللي هو الدولة اللي مسميها السودان دلوقتي، ده حاجة تعتبر غريبة بالنسبة لنا، إن إحنا ناخد موقف عدائي بالشكل ده، ده حاجة جدًا. تكسف، لأ، فاهم قصدي؟ موضوع كمان خطير اللي هو تحسّه قعد يكبر، يكبر، يكبر وممكن يتطوّر إن هو طبعًا. الناس تبقى متعصّبة ناحية حاجة مش لأ، موجودة هو أصلًا. هاقول لك في حاجة أسوأ من كده، أنت تلاقي ناس قاعدة بقى بتشيّر صور اللي مثلًا هو الراجل اللي ماسك بالضبط، اللي هو حاجة بيضرب الفرعون بيها اللي واحد. بيموّت الشخص الأفريقي أيوه، الأسود، أيوه، أوكي، أيوه. أو بلاش أنت تلاقي مثلًا إيه، ممثلين أو فنانين سود جايين مصر سياحة زيهم زي أي حد، أوكي، يطلعوا يقول لك أنت جاي بقى مش عارف إيه، حصل ويتنططوا فعلًا. عليهم ويقلّوا آه. أدبهم عليهم. يعني لمّا لوي أرمسترونج إمم. الtrumpet player بتاع وعنده صورة الجاز المشهور مشهورة بيتصوّر كده، بيلعب. حد جه قال له: "أنت جاي تعمل إيه قدّام كان في لعيب بتاع؟" بتاع باسكت باين والّا مش فاكر لعيب بتاع دوين إيه. ويد بتاع صح، الNBA. هو ده لمّا راح وهو بس صوّر عادي والناس كومنتات كلّها بالضبط، Afrocentric بتعمل، بالضبط، بتعمل، بتعمل. بالضبط. لا، لأ، الموضوع خرج عن هي السيطرة. الفكرة إيه، إن إحنا يعني إحنا لازم ناخد موقف it's okay إن الواحد يبقى عنده انتماء وعنده يعني حُرقة على بلده والحاجات زي كده، دي حاجة طبيعية، ودي يعني جزء منها ممكن يبقى الناتج بتاعه positive، اهم. بس لمّا الناتج بتاعه يبقى عبارة عن تمييز أوكي، واحتقار للآخر ومعاملته معاملة سيئة عشان بشرتهم وعشان هم بيحبّوا مصر، بالعكس أنا أفضل لي إن الناس تحب مصر وتحب تزور مصر وإن يشوفوا نَفْسهم في مصر، اهم. إحنا بنقول للعالم كُلّه يا جماعة تعالوا شوفوا مهد الحضارات، اهم. تعالوا شوفوا
إيه البلد دي اللي أضافت so much to the world. العالم كله هاجي أقول له لا، 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 ثانية واحدة، ثانية واحدة، في بشرتك حته دي معينه. sorry معلش، ما اه تجيش بقى تقول لي إن أنت مصري ومش مصري. ثانية واحدة، إحنا في عرض إن أي حد ييجي يجي يقول لنا بس إن أنا عندي انتماء لهذه البلد. أنا وفي نفس الوقت أنا نفسي إن أنا نفسنا نجيب الناس دي عشان يروحوا يشتروا عقارات في مصر وييجوا واديهم invest في الجنسيه مصر كمان. وتديهم الجنسية ومستعد تعمل لهم أي حاجة. طب أنت يعني أنا مش انت عايز فاهم، ايه بالظبط؟ أنت عايز إيه؟ أنت آه. عايز إن العالم والّا مش عايز العالم؟ أنت شايف فعلًا إن أنت جزء من يعني علاقة علاقة هوية مُعقّدة إمم. وإن أنت أصولك مختلفة ودي حاجة كويسة، والّا أنت عايز تثبت إن أنت مصري 100%؟ يعني هل اللي مصري في واحسن. 100% ده إيه وبعدين ما يعني بالضبط، هيوصل أنا لإيه يعني؟ هنوصل أنت فاهم هيبقى قصدي؟ إيه حد هيبقى الإضافة أحسن من بتاعة حد، بالضبط. بس كده. ف ف وفي تناسي بقى تمامًا اللي كمان إن المصريين اللي حاليًا اللي بشرتهم سودا، آه، اللي عايشين معانا، اللي هُم بيسمعوا كل الكلام ده والمفروض يتعاملوا إنه لا أكيد مش قصدهم علينا إحنا، قصدهم على الأفروسنتريك. لأ، ما هو الكلام ده لو أنا بشرتي سودا ما أنا أكيد هاحس إن اللي حواليّا دول كلّهم عدوانيين وعايزين مش بالضبط، أنا مش عاجبهم. بالضبط. لأ أنا كمان فالموضوع كارثي. النقطة اللي أنا عايز أقولها كمان إن إيه، إن في مصريين كتير جدًا بشرتهم سمرا، وفعلًا الidentity بتاعتهم إن هم مصريين سُمر أو مصريين سود أو إن هم مقتنعين إن هم جزء من هوية أفريقية. اهم. ومش بس كده، في مصريين كتير جدًا لمّا بييجوا هنا أمريكا الشمالية أو غرب أوروبا، بيُعاملوا معاملة السود. إمم. صح. أنت فاهم قصدي؟ أيوه. فهو إن إحنا نعمل وفي زي فاصل كده، إمم. إن ده معناه أسود، ده مش ده معناه مش أسود، أسود. وده بُني وده مش لأ. بُني، ده يعني ده حاجة يعني مش مفيدة بأي شكل من الأشكال، وبالعكس هي بترسّخ نفس الأفكار اللي زرعها الاستعمار في المنطقة بتاعتنا إمم. وفي العالم بشكل عام، إن فكرة التمييز بناءً عن العرق وعن الهوية وعن اللغة وعن الحاجات دي كلّها، اهم. وإحنا المفروض إن إحنا اتطوّرنا. إحنا كبلد لو في أزهى أوقاتنا وأزهى تاريخنا هي لفترة احترام كل الثقافات المختلفة، أوكي؟ كان في فترة في حياة هذه البلد لمّا كان فيها ناس من كل الأجناس وكل الثقافات، وكان في تعددية في اللغات يعني أنت فاهم كله. قصدي؟ فدي حاجة إحنا يعني نفسنا نرجّعها اهم. كمصريين، ومش بس كده، إحنا في جيل طالع في ال10 سنين اللي فاتوا دول فعلًا منفتح على العالم. غصبٍ عنه غصبٍ كمان. عنه منفتح على العالم، بس الانفتاح ده حاجة تعتبر كويسة، اهم. إيجابية أنا من بنظري، ولكن في الجانب التاني بقى الناحيتين. اللي هو الresistance بقى اللي هو لأ ثانية واحدة، قفّل. مش بس قفّل لأ ده ملكي أنا، آه. دي ملكي، ده ملكي، التاريخ ده أيوه، أيوه. ملكي أنا، بتاعنا أنا بتاعي بس. أنا بس. طب هو أنت بتاعك أنت بس، وعايز الناس تيجي بقى تشتري اسمه إيه ده ألاباستر وتعمل مش آه. عارف إيه، يشتروا بس خُد ما اشتري يقولوش. والبس وما تعملش وكذا آه. ونيجي نلبّسهم فراعنة ونصورهم وبعدين يقول لك لأ ما تلبسش فرعوني برّه. آه. إيدي ميرفي ممنوع يطلع عامل اسمه إيه ده، لابس فرعوني في أغنية مايكل جاكسون، آه. بس أنت تيجي تتصوّر وأنت لابس فرعوني في القرية الفرعونية والّا مش عارف صح. فين، ونصوّرك أنت وعيلتك ونسقّف لك ونقول لك أهلًا صح، وسهلًا. صح. فهو إحنا عايزين إيه موضوع بالضبط؟ خطير أنت جدًا فاهم عامةً. قصدي؟ عايزين إيه آه. بالضبط؟ بالعكس أنا عايز أقول لك حاجة، إن لو إحنا فعلًا واقعيين في التعامل بتاعنا مع العالم، إحنا لازم ننظر مجتمعات والمجموعات المضطهدة اهم. ماشي تاريخيًا ورا دي المايك بس. م م م المضطهدة تاريخيًا دول ك أقرب الناس إلينا طبعًا. من ناحية التجربة، إمم. أنت فاهم إزاي؟ إمم. ده الsolidarity المفروض يبقى معاهم، فاهم هو ده قصدي؟ اللي هو مش إن إحنا عايز. نبُص عليهم نقول لك أنتم إزاي تعملوا كده وإزاي ما تعملوش كده. الafrocentrism دي حاجة إحنا ممكن نستفيد منها. اهم. ما إحنا أنت في فاهم؟ أفريقيا برضه. بالضبط، أنا اللي هو عندك اللي هو الناس اللي بيحاربوا إسلاموفوبيا أها. أوكي، والناس اللي بيحاربوا اللي هو الanti Arab sentiment اهم. والanti Egyptian مش عارف إيه. طب ما هو الafrocentrism ده هي نفس الفكرة، الفكرة لأ ثانية واحدة لازم مركز نعيد الكون مش بس الغرب. بالضبط. ف فاهم قصدك. فإحنا ممكن نتقرّب من الgroups دي، ولو عايزين نوضّح حاجة نوضّحها، بس ما ناخدش موقف عدائي، صح. أنت فاهم قصدي؟ والموقف فهي دي هو النقطة اللي الموقف أنا تحوّل بسرعة جدًا آه، لعدائية. بس هو فعلًا اللي أنا كنت مهتم منه إن هو إزاي الناس بتتكلم عن الهوية، وإزاي إن مرّة واحدة بقت الهوية الفرعونية دي أساس كل حاجة. إمم، بس عايز أرجع لحاجة حاجة صغيرة آه، كده، إنه أنت بقى هويتك أنت اللي اتشكلت واتكوّنت من اللفة اللي أنت عملتها، لإن أنت بعد ما جيت كندا أنت طلعت كمان أمريكا بعدها، صح، صح؟ صح. آمم
فكّرني كده رُحت فين؟ أنا مش فاكر أنت رُحت فين أول ما بصراحة. رُحت أمريكا رُحت ولاية إنديانا. كنتاكي؟ إنديانا إنديانا، عملت الماجستير هناك، وبعدين عملت الدكتوراه في كنتاكي. اللي هو يعني هي الSouth. South. ابتدينا ننتقل من مناطق. إنديانا كانت نسبة السود فيها كبيرة جدًا. إمم. يعني أنت عايش خارج مدينة شيكاغو. فجأة النسب الديموغرافيا. الديموغرافية اختلفت تمامًا. آه. بقيت في منطقة primarily سود، وبعد كده رُحت كنتاكي منطقة primarily white. أوكي، آه. وconservative، يعني منطقة بالضبط، محافظة جدًا. بالضبط. فكل تجربة من التجارب دي، وكل مرّة انتقلت فيها، كإنّك بتبُص على العالم من angle مختلفة شوية. طبعًا. يعني أنت بتبُص اللي هو أوكي، طيب دي التفاعلات دي ماشية إزاي، الناس إمم. دي عاملة إزاي، الموقف بتاعهم تجاهي عامل إزاي. أنا يعني مثلًا لمّا كنت في إنديانا، في المنطقة اللي هي الأغلبية فيها سود، دي المنطقة اللي منها يعني على بُعد مثلًا 3، 4 كيلو من الحتّة اللي أنا كنت ساكن فيها، كان ال مسقط رأس مايكل جاكسون وعائلة جاكسون. أوكي. وهي كانت بداية موتاون والموسيقى السودا بتاعة السبعينات والتمانينات. صح. أوكي، اللي ظهر منها كوينسي جونز، وبعدين طلع بعد كده راب وانتقل إلى East Coast وWest Coast. يعني هي the heart of إمم. black music in America. أوكي. تينا تيرنر، مش عارف إيه، كل الحاجات دي طلعت من ديترويت والمنطقة اللي outside of Chicago. أوكي. فالحتة دي منطقة فيها فخر بالcontribution blackness. بالblackness. أنت فاهم قصدي؟ فأنا حسيت إن في علاقة بيني وبين الناس دي. أنت فاهم؟ أولًا مبدئيًا، يعني مهمًا بصينا على نفسنا كذا والّا كذا، إحنا بشرتنا سمرا، وفي بعض الأحيان ملامحنا أفريقية. فهي يعني يعني هنيجيبها كده نجيبها كده هو في 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 ناس في هي مصر بتتعامل إن هم كأنهم زي البيض الغرب، بس هو بالضبط. أنت أنت على عارف فكرة لو جه هنا أنت ما حدش أنت هيعتبرك كده خلاص، خالص. بالعكس، أنت ممكن تبقى أسمر من السود اللي هنا. أنت فاهم قصدي؟ ف فبس فيعني أنا ابتديت أقدّر وأفهم تجربة إمم. السود الأمريكان، وخصوصًا الcivil rights movement، إمم. الحركات التحريرية بتاعة السود، من أيام مارتن لوثر كينج جونيور و ولويس فاركان والناس اللي زي كده، ومالكوم إكس. يعني Yeah. في تجارب كتيرة جدًا، وكُتّاب كتار عبر التاريخ، W.E.B. du Bois. يعني كُتّاب ومفكرين و ونشطاء، يعني بجد الcontribution بتاعتهم غير طبيعية، وفادت المجتمعات أو الجاليات العربية والإسلامية في أمريكا أكتر من إمم. المجتمعات دي نفسها. أوكي. كُلّه استفاد من الحركات الحركة التحريرية دي. بتاعة السود. أوكي، أوكي. فلذلك أنا حسّيت بنوع من اللي هو الانتماء. مش بس كده، هم يعني when it comes to أو في الحتّة بتاعة مثلًا القضية الفلسطينية إمم. بشكل محدد. مخصوص أو محدد، هم برضه كان ليهم مواقف تاريخية قوية جدًا، جدًا، جدًا في هذا السياق. فأنا يعني لقيت إن في نوع من الانتماء والقرابة بيني وبينهم. وبعدين وأنت في الSouth كمان لمّا هو في الأغلبية بيض، بالضبط، انتقلت بقى للحتّة الأغلبية فيها بيض. أنت مرّة واحدة برضه وفي تانية. فترة برضه يعني فيها تحوّلات سياسية ابتدت تحصل. يعني زيك أنا إمتى؟ من أول سنة، ده كانت سنة 2000 بالضبط، ابتديت التجربة إمم. بتاعتي. سبتمبر السنة اللي بعدها، بس كده 11 خلاص. سبتمبر. آه. أوكي، وأنت في كنتاكي. وأنا في كنتاكي. أوف! أوكي، فبقى لك أن تتخيل اللي هو إزاي إن في إعادة هيكلة مرّة واحدة كده. الدولة دي، آه. وجورج دبليو بوش والحق بقى، وطالبان ومسلمين وعرب، واسمه إيه ده axis of evil، وهنروح نحارب، وبلاد وأفغانستان، ويعني حروب هبل. في 6 أشهر، حربين ضخام جدًا. مش بس كده، يعني كل المنظومة العسكرية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية كلّها موجهة يعني ناحية إبادة العرب الإسلام وال الأصولي والهوية العربية اللي موجودة في البلد. ويعني مش هنخش في تفاصيل أيوه. كتيرة. أعتقد إن معظم الناس اللي بيتفرّجوا على الpodcast بتاعك عارف ممكن يعني يبقى إيه عارفين الفترة 9/11 دي حصلت 9/11. يعني ف ففي الفترة دي أنا واحد يعني باعمل دكتوراه، وبابتدي أدرّس وباتفاعل مع طلبة، وكلّهم جايين من مناخ بينظر إليّا وبينظر للمجتمع اللي أنا جاي منّه ده كهو عُقر ومصدر كل حاجة شريرة. أنت فاهم؟ زي إن أنا جاي مثلًا أقلب لهم الجامعة، أفجّر لهم الجامعة. أنت فاهم؟ التفاعل ده أنت لازم أولًا، يعني أنت لازم تعمل زي demystification. أنت يعني بتحاول تمسح الmyth. إمم.
الحاجة اللي هي الخزعبلات دي بتحاول تمسحها، اللي هو يا جماعة على فكرة أنا الموضوع عادي. مش كده، إحنا آه. عاديين وناس طيبين وكويسين، وده اسمه كذا، 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 والناس اللي مسؤولين على هذه الأفعال عبارة عن كذا، وإن أنتم علاقتكم بالمنطقة دي علاقة معقدة وفيها استعمار وفيها كذا، كذا، وفيها تسييس وفيها يعني يعني إن الواحد يتطرق للمواضيع دي محتاجة حساسية آه. ومحتاجة نوع من التفاهم مع الناس، بس الكلام ده بس هي كانت مثلًا صعبة. صعب فعلًا، صعب آه، جدًا ساعتها، لإن دلوقتي ابتدى الكلام ده يطلع بعديها بسنين، بس بالضبط، ساعتها بالضبط. ده كان لا، لأ، لا كان يمكن في الحكاية ده أصلًا. هو في مصطلح كده بيستخدم بيقول لك اللي هو إيه، communication زي فكرة كده في دراسة الاتصال والإعلام، بيقول لك الspiral of silence. spiral of إمم. silence معناها إن أنت لو متخيل إن أنت رأيك في الأقلية، أنت غالبًا مش هتعبّر عن رأيك. يعني إيه، يعني إيه؟ لو أنت مقتنع إن رأيك بيتوافق مع رأي الأغلبية، أنت تقول اللي أنت عايزه براحتك. أوكي. لو أنت مقتنع إن رأيك من الأقلية وإن الأغلبية مش هتتفق معاك، مش غالبًا هتقول. مش هتقول. صح. فهي زي spiral of silence، أنت بتقعد بقى اللي هو إمم. يالّا اقعد ساكت. عامةً زي الموضوع بتاع كليوباترا، ما هو كان الأغلبية كلّها رايحة ناحية بالضبط، اتجاه، فأنت بالضبط. مش عايز تقول حاجة عشان مش عايز بقى الناس تقعد تخش معاك في بالضبط. حوارات. لأ، أنت هتقول حاجة مثلًا يطلع لك طنط، 500 عمّو، مبرر. أنكل، اسمه إيه ده، مش عارف مين، ناس بقى كبار في المجتمع، ناس آه. مهمين بالنسبة لك، أقارب، ناس تخش في مشاكل. بتحترمهم، تخش آه. بمشاكل، ناس مثلًا مفكرين بس آرائهم مختلفة، أنت فاهم قصدي؟ إمم. أو واحد مثلًا باحث مصريات مهم خَد الموضوع على نَفْسه فاهم؟ فأنت يعني اللي هو أوكي أنا هاقعد برّه، رغم إن spiral. الموضوع مش مريح، بس آه. هاقعد برّه. هي نفس الحاجة حصلت في الفترة دي، اللي هو أنت basically شايف إن المنظومة مش ماشية صح، بس إن أنت مضطر إن أنت يعني مش هنقول تمشي جنب الحيط، بس لازم تخلّي بالك أنت تقول إمم. إيه وتقوله إزاي، وفي نفس الوقت أنت يعني أنا دوري كإنسان آمم عملي والحاجة اللي أنا باحبها إن أنا أحاول أطوّر من فهم المجتمعات اللي أنا عايش فيها عشان يبقى في توافق وتفاهم، اللي هو زي truth and reconciliation بالضبط، اللي هو أنت بتتعامل مع الواقع، اهم. بتوضّح الواقع، وفي نفس الوقت بتحاول ترجع reconcile، لورا. إن أنت بتحاول تخلّي الناس تقدر تتعايش مع بعض، اهم. تمام. أي حاجة بتأثّر في المناخ المجتمعي وتقلل قدرة الناس إن هم يتعايشوا، دي اللي بالنسبة لي بتمثّل مشكلة. اهم. فهي في الفترة دي كان very very difficult، كانت صعبة. ولكن يعني هي جزء من جزء من التجربة، التجربة. جزء من التجربة، وبعدين يعني كل حاجة من الحاجات دي، كل step هي غيّرت فيّا ونمّت فيّا حاجة وخلّتني أشوف الحاجات الواقع بشكل مختلف، اهم. أنت فاهم قصدي؟ فاهمك، فاهمك. آه. فأنت دلوقتي بعد ما مشيت من كنتاكي جيت على فانكوفر بقى هنا تاني والّا ما لأ، هو كنتش؟ كان في برضه كان في تجربة DC تانية، باين، كان صح، حاجة زي كده؟ رُحت بعد كده ابتديت درست في تكساس لفترة قصيرة، وبعد كده نقلت على واشنطن DC وعِشت فيها فترة مش قليلة، درست في جامعة جورج تاون في اهم. مركز الدراسات العربية هناك، ويعني برضه كانت تجربة مختلفة، لأن كان في الفترة دي تزامنت مع تحولات حصلت كتيرة جدًا في الشرق الأوسط، ال الثورات العربية في تونس ومصر واليمن يعني البلاد كلّها اللي إحنا عارفينها، وبس وكنت باكتب يعني بابدي بآراء ليها دعوة بالتحولات اللي بتحصل اهم. في هذه المنطقة، وبس. وبعد كده لمّا يعني خلّصت التجربة في واشنطن DC نقلت هنا على فانكوفر، أوكي. فهي كانت زي عُدت تاني إلى لف كندا بس لمنطقة الناحية تانية في التانية، كندا. الناحية التانية. آه، عامةً بالضبط. أنا يعني أنا غيرك، أنا عِشت مثلًا كنت عايش وأنا صغير في قطر مع أهلي. آه. أنا عايز أتأكد معاك وقت، لو عايز ترُد لأ رُد. تمام لسه، متأكد؟ لسه أوكي. عِشت في الأول مع أهلي آه. في قطر يعني، وكنت صغير وما باعتبرهاش حاجة تجربة يعني، بس بعد كده عِشت طول حياتي في القاهرة، كنت مثلًا بتاع almost أكتر من 20 سَنة في حياتي في كلّها في إمم. القاهرة، مدينة واحدة بس، وبعد كده نقلت من القاهرة على فانكوفر. ياه! بس ورغم كده باحس إنه النقلة دي لوحدها كبيرة. زي ما أنت قُلت كده إمم. فاهم، بتshape بقى تفكيرك ناحية كل حاجة، وتحس إن طبعًا. هي كل حاجة بتعدِّل سِنّة وكبيرة جدًا وموال كبير. إمم. مش قادر أتخيّل طبعًا إن أنت بالنسبة لك بقى بتنُط من حتّة لحتّة لحتّة كمدينة لمدينة صح. بأماكن كمان مختلفة كتير، إمم. شكِّلتك بشكل معيّن. أنت بقى حاليًا في كندا دلوقتي أهو، خلاص أنت كده قاعد مستقر، صح. فانكوفر هي مدينتك الحالية. أنت أولًا إحساسك إيه ناحية كندا نفسها؟ إمم.
وإحساسه أو مش عايز السؤال اللي هو بتاع إحساسك إيه مش عارف إيه، بس ككندي، مصري، إنجليزي كمان، بس ككندي مصري عمومًا إمم، بتاع إيه إحساسك ناحية كندا إن هي تبقى بلدك أو إن هي مش بلدك؟ فاهم ولا عايز أقول قصدك. بلدك ولا عايز أقول home ولا عايز أقول كندا، بس مكانك، فاهم يعني أنا قصدك. باعتبر كندا مكاني مع إن أنا مش من هنا، صح، بس باحس إن هي مكاني لإن أنا قاعد فيها دلوقتي، صح، رغم إني مثلًا كل ما باروح كل ما الوقت بيعدّي كل ما علاقتي بالمكان ده بتختلف، صح. إن أنا لمّا رُحت مثلًا كيباك لأول مرّة في حياتي السنة اللي فاتت، حسيت إن لأ ده مكان تاني خالص ما أعرفش عنها أي حاجة. آه، أنت إيه إحساسك ناحية البلد دي عمومًا yeah. بُص هو بعد كل التجارب دي كمان؟ حقيقي لأ، شكرًا على السؤال، هو السؤال بصراحة صعب ومش عارف هارُد عليه إزاي، بس أنا هاحاول إن أنا يعني أستنتج، لأن هي الحاجات دي الواحد صحيح ما بيفكّرش فيها بشكل إمم، يعني holistic كده. ولكن اللي أقدر أقوله إن أنا بصراحة التجربة بتاعتي تجربة يعني ولدت فيّا إحساس ال مش هاقول مش مشابهة للشتات بتاع الفلسطينيين مثلًا، بس أنا حاسس إن الكلمة اللي بتوصفها هي الإحساس بتاع الexile، بداية الexile اللي هو exile exile إن أوكي، أنت اللي هو يعني النفي، كإنّك كإنّك منفي من مكان، ولكن النفي ده بيتحوّل إلى الbaseline بتاعك، يعني أنت يعني ما بقيتش منفي من حاجة، أنت بقيت م منفي في العموم، عايش في العموم كده، أنت أوكي، عايش في المنفى والمنفى آه، ده تحوّل إلى بيتك. أوكي، فأنت ما عندكش الإحساس إن أنت محتاج حاجة، ولا إن أنت يعني عايز تروح في حتّة، وإن أنت مثلًا ليك جذور في حتّة. طبعًا أنا إمم، عندي انتماءات لأشخاص، عيلتي، الناس اللي باحبهم، ممكن مثلًا حاجات توحشني، فاهم إزاي، عايز آكل كشري، عايز حمام محشي، عايز مش عارف إيه، حاجات زي كده، اللي هو دي حاجات الواحد يعني بتوحشه جزء من النوستالجيا والتاريخ بتاع الواحد، فهو بيتفاعل معاها، ولكن انتماء بمعنى انتماء، فهو الانتماء ده kind of ما بقاش موجود anymore، ما بقاش عندي انتماء لأي حتّة، وأعتقد إن هي يعني سببها هو يعني عدد المرات اللي الواحد انتقل من حتّة لحتّة إمم، لحتّة، يعني كل ما تحس إن أنت مرتبط بمكان ب ب بتطلع منه صح، لسبب أو آخر، إمم، هجرة، دراسة، حروب، مش عارف إيه، أي حاجة، فأنت بتنتمي وبعدين تتشال، تنتمي تنشال، تنتمي تنشال، وفجأة تلاقي نفسك أنت ابتديت زي في كلمة، طبعًا مصطلح بيستخدم بس أنا شايف إن هو كليشيه أوي، اللي هي global citizen. إمم، أوكي، أنا مش هو global citizen يعني. هو cliché بس آه. هو يعني ليه معنى بالضبط. معيّن، يعني أنت يعني أنا مرتاح في كل حتّة، آه، مرتاح في كل حقيقي أنا مرتاح في كل حتّة، بكل التناقضات بتاعة المناطق المختلفة دي، يعني ممكن ده بيعجبني وده ما بيعجبنيش، ده كويس، ده مش كويس، بس هو في الآخر كده يعني where I am، يعني زي في أغنية كده لMetallica قديمة بتقول إيه؟ اللي هو مش فاكر الأغنية إيه، بس اللي هي الline بتاعها اللي هو where I lay my head is home. أوكي، الحتة اللي أنا باحط عليها راسي وأنام فيها ده البيت، ده بيتي، ده منزلي. أيوه، أوكي، نسيت حتى اسم الأغنية يعني واحدة بس، بس الناس اللي عارفة هتعرف، اللي هو Where I أوكي، lay my head is home. آمم، حاجة فيها Rome واللي home وحاجة زي كده. إمم، المهم عمومًا النقطة اللي أنا عايز أقولها إن التجربة دي كمان يعني حسستني إن أنا مش محتاج كتير من يعني عشان أبقى مبسوط، إمم، أنت من فاهم قصدي؟ الحياة عمومًا، يعني أنت لمّا بتفقد حاجات كتيرة، يعني تفقد مثلًا منزل، أو يعني في حرب مثلًا، أو تفقد علاقتك بمكان إمم، انتهت مثلًا العلاقة لأي سبب من الأسباب، أو إن أنت مثلًا وفاة ناس مُقرّبين إليك، أنت فاهم إزاي؟ أو إن أنت فقدت حاجات، يعني مثلًا جزء من تاريخك. إمم، أنت فاهم قصدي؟ يعني لو حصلت حرب وكل بيتك مثلًا اتدمّر، اختفى، يعني تشوف مثلًا اللي بيحصل للاجئين كتير، بيوتهم اتدمّرت أو مش عارف مين، وحصل نزوح whatever، أو بيوتهم اتاخدت من ناس تانية، فأنت لمّا كل الحاجات دي بتروح أو بتفقد حاجات كتيرة، وأنا للأسف حصل لي بعض التجارب دي، إمم، بتحس إن أنت خلاص بقيت إنسان مش بدائي بس إنسان minimalistic، يعني فاهم إزاي؟ مش محتاج يعني حاجات كتير، متواضع في احتياجاتك، مش آه، متواضع متواضع، بس إن أنت يعني مش محتاج حاجة، يعني أنت إمم، أنت بس عايز الستر زي ما بيقولوا، يعني أنت فاهم قصدي؟ فالإنسان اللي عايز الستر ده هو actually is a function of exile، المنفي ده اللي هو عايز الستر بس، فالستر ده ممكن يكون في أي حتة. صح، فنرجع بقى للنقطة بتاعة اللي هو الانتماء والانتماء، البلد اللي بتستر الواحد هي البلد اللي الواحد أسطورة الحمد لله، بالضبط. فأنا بالنسبة لي إنجلترا ما عنديش أي علاقة بيها، عشان أبقى أقول لك honestly، يعني غير إن أنا اتولدت في اسكتلندا، بس هي علاقة يعني مش عضوية بشكل حقيقي. آه، علاقتي بمصر علاقة معقدة جدًا، لأن هي فعلًا إمم، ثقافيًا
و و ويعني وتاريخيًا في حُب حقيقي يعني، إمم. في عِشق. أنا باعشق حاجات كتير جدًا في مصر، باحبها، رغم إن أنا يعني في حاجات جدًا ما باحبهاش. يعني مثلًا أعتقد إن أنا قُلت لك في مرّة كده إن يعني قعدت أفكّر في حد سألني، مش بدون ذكر أسماء، حد سألني إيه الحاجات اللي ما بتحبهاش في مصر؟ فقعدت أسمّي بقى الحاجات، قُلت 5 حاجات اللي حُط ما بقى، باحبهمش. ما آه. باحبش الذكورية اللي في المجتمع، ما باحبش الdogma أو التزمُت في حاجات مختلفة، ما باحبش الclassism أو الطبقية الفظيعة اللي موجودة في المجتمع المصري. ما باحبش التمييز بناءً على اهم. حاجات كتيرة كده. مش هاقول إنها حاجة specific لمصر، دي وموجودة حاجات في موجودة حتت في كل كتير في حتة، العالم، موجودة هنا. ولكن النموذج المصري للحاجات دي أنا ما باحبهاش، وبتزعّلني لإن أنا باحب المصري، باحب مصر وباحب البلد وباعشقها جدًا، وشايف إنها ممكن تبقى أفضل وما يبقاش فيها طبعًا. النماذج دي، فاهم قصدي؟ فدي حاجات بتزعّلني من البلد، بس رغم ذلك لأ، في حاجة، إمم. الحاجة دي ما أقدرش أوصفها إيه، بس هي حاجة، فاهم قصدي؟ وكل ما باروح البلد يعني اللي هو الله إيه ده مصر أنا مبسوط، أنا باحبها أوي بتاع، بقيت بعد تفتكر شهر 5 حاجات كده كده ينزلوا، فاهم؟ لأ لأ. مش لازم أفتكرهم، هو بيحصل وكده، فاللي هو متشكرين يا جماعة وآخد بعضي وأمشي، هو شهر بيبقى فاهم؟ حلو أوي. فهي the grass is always greener, the sand is صح. always browner. فاهم إزاي؟ بابقى اللي هو عايز أرجع ونروح. بالنسبة لكندا، كندا فعلًا يعني أنا مش قصدي أقول إن هي يعني هي كبلد أنا لا أنتمي إليها كدولة. بالنسبة لي الدولة أوكي. الكندية دي بتمثل سياسة تاريخية استعمارية. ف وإذا كان العلم أو بتاع، الرموز دي بالنسبة لي لا تمثل الculture. شيء بالنسبة لي. لمّا أنا جيت هنا في الأول خالص، كان في انتماء، كنت بقى كندا بقى، وكندا بس بلدي، هي وطني. بلدي الجديدة، وطني الجديدة وحاجات زي كده، اللي هو أنا مصري كندي وأحط الاسمين دول جنب بعض، اللي هو Egyptian Canadian وhyphen وبتاع. لأ دلوقتي اللي هو مش شايف إن أنا Canadian، أنا إمم. شايف إن أنا علاقتي مع البلد دي علاقة عضوية، لأنها بلد بتدّيني الحاجات اللي أنا عايزها عشان أعيش حياة كريمة صح. حقيقي. وأنا باقول الكلام ده بشكل حقيقي. هي صحيح فيها مشاكل، ولكن لمّا أقارن كندا بدول كتير جدًا في العالم دلوقتي، أو يا نهار بلاد أبيض! بلاش بلاد، طبعًا. بلاد، البلد بتدّيني حياة كريمة. هيقول لك والله غالية، غالية، غالية ومتبهدلين ومش طبعًا. عارف مين وأنا دلوقتي المفروض إن أنا أستاذ جامعة، اللي هو خلاص أنا إمتى هابقى على وش الدنيا ويعني وأعيش حياة ده كريمة أنت نفسي، المفروض توصّفه اللي هو مجتمع. بالضبط، اللي هو يا عبدي بوس إيدك امسك الشنطة أنا لا أمسك لك أنت الشنطة والله. أنت فاهم قصدي؟ إنما لأ، ما في يعني ما الواحد ما آه، بيوصلش، بس آه. رغم ذلك أنا عندي هواء نقي، مجتمع بيقدّر الواحد لمّا بيبذل مجهود، بيعيد هيكلة نَفْسه ومستعد يراجع نَفْسه، مجتمع إمم. بيراجع نَفْسه. إن أنت تخُش تحضر محاضرة ويبقى في indigenous elder طالع بيقول لك الجامعة دي مش عارف مين، أنا دي حرية مش موجودة في أي حتّة طبعًا. تانية، طبعًا. مش موجودة في أي حتّة حتى لو تانية. منظر بس، بس آه، آه. هي ما زالت. فأنا فخور إن أنا جزء من مجتمع بيعيد تشكيله وبيعيد هيكلة نَفْسه، وإن أنا لو أنا هاضيف حاجة لمجتمع، والمجتمع ده مستعد إن هو يتقبّل الإضافة دي، فهو ده منزلي، وهو ده إمم. بيتي، هو this is where I belong. صح، صح. اليوم اللي كندا تقول لي فيه أو أحس إن البلد دي أو المدينة دي أو المجتمع ده رافض رافضني بناءً على شكلي، عرقي، ديني، مش عارف إيه، أسلوب منظري، حياتي أيًا تاريخي، أسلوب كان. حياتي، اختياراتي، مش عارف مين، ساعتها هاقول هيختلف. هارجع بقى الشتات وأدوّر على الستر، أنت فاهم قصدي؟ بس في هذه اللحظة، في هذا المكان، ما أقدرش برضه أعمم على كندا كلها، بس في هذا المكان، في هذه المدينة، في هذه الجامعة، في في الحتّة دي. الحتة دي، في الوقت الفلاني ده، في الشخص ده، النهارده. أنت فاهم إزاي؟ النهارده اللي هو كمان نُص ساعة مش عارف، ده البلد ده اللي ممكن الحتة دي اللي أنا ممكن أوصفها إن this is home. إمم. this is home. صح. تمام. آمم، مع احترامي وحُبّي و تقديري مش بس لمصر، لبلاد كتيرة جدًا أنا تفاعلت معاها وباحبها جدًا. يعني باحب البرازيل وباحب البرتغال وباحب يعني إمم. أسبانيا، يعني في بلاد كتيرة جدًا حقيقي. هي مش مسألة اللي هو the top 50 countries to live in, the happiest place in the world، ده مش السويد. عارف إيه. تروح الموضوع مش تلاقيهم مش طايقين كده. نفسهم أصلًا. بالضبط، الموضوع مش كده، الموضوع اللي هو أنت أنت مبسوط فين؟ مرتاح ومبسوط فين. اهم. فأنا دلوقتي بقيت أنا لا عايز عربيات غالية ولا عايز يعني مش عايز الحاجات اللي هي أنا بالنسبة لي تعتبر شكليات. اهم. الconsumerism ده حاجة أنا شايفها إنها حاجة بتضر المجتمعات وبتضر الأشخاص، لأن هم بيفضلوا جدًا. زي السراب بيبحثوا على شيء. cycle. cycle. أنت يعني زي ما
اسمه إيه ده، إد نورتون في Pulp Fiction في Pulp line Fiction. كده بيقول لك إيه the things that you own end up owning you. Fight Club. Fight Club sorry أنا قُلت إيه Pulp Yes. Fiction sorry ده ما لوش أي علاقة، بس ده برضه فيه حاجات moral كويسة. أيوه، كوينتين أيوه، تارانتينو عامل شغل كويس أوي فيه. أيوه. بس لأ you're right في Fight Club بيقول لك the things that you own end up owning you. اهم. وأنا فعلًا مقتنع بهذه الفكرة، إن إحنا عايشين في فترة kind of late capitalism. الmanifestation أو النموذج الواضح دلوقتي قدّامنا هو الabsolute الشِرا. consumerism لكل شيء، وكل حاجة can be consumer. كل شيء ممكن يتحول إلى سلعة. الثقافة بقت سلعة، بتاع يعني كل حاجة. أنا سلعة. أنت سلعة كُلّه شخصيًا، سلعة. فاهم قصدي؟ آه. يعني إحنا بنتحول إلى سلع إحنا نفسنا. الcommodification بتاعة الشخص ال whether it's TikTok والinfluencer مش صح. عارف. هل الواحد يقدر يبيع نفسه؟ يعني زمان كانوا يقولوا لك كده اوعى تبيع نفسك، اللي هو ثانية واحدة أنت هتعيش إزاي لو ما أسهل بِعتش حاجة. نفسك؟ لأ آه. أنت أصلًا ما عندكش option غير أنت تبيع صح. نفسك. بيع وقتك، بيع شغلك، آه. بيع هوايتك، بيع كل حاجة. بالضبط. يعني على رأيي مثلًا بصراحة الميّت لمّا تفكّر مثلًا في أغنية عبد الحليم بيع قلبك بدك شوف الشاري مين. دلوقتي أصلًا ما فيش أكتر من ناس بتحاول تشتريك وتشتري كل الحاجة كل حاجة بتاعتك. everything you have to own. Yes. أنت أصلًا your actual choices are algorithms الواحد الشركات بتحاول بيختار لك. تشتريها. إمم. فهو من الآخر كده أنا اللي باحس بيه إن الواحد استقلالية الشخص من فكرة السلع، ومن فكرة تحويل الشخص إلى مادة ممكن تُشترى وتُباع. ده أهم حاجة. فأنا اهم. شايف إن المجتمعات اللي لسه فيها مساحة للاستقلالية دي قليلة، ابتدت تقِل كمان. جدًا. أنت فاهم قصدي؟ وإحنا يعني كنا كده بس في إحنا كنا مصر، كده. بس للأسف الوضع بقى خلاص ابتدى إحنا مش يسوء. بس إحنا قفزنا رُحنا في حتّة عالية أوي. بقينا أسوأ من هنا. يعني إحنا أيوه، بقينا مش بسرعة، بنقرّب من الغرب، إحنا سبقنا الغرب. في وقت سريع أنت فاهم جدًا. قصدي؟ فأنا شايف إن مثلًا هنا إن أنا أطلع أتمشى واخرج كده يعني الpark اللي جنب البيت هنا مثلًا على بُعد 10 دقايق. يعني الخضار اللي فيه والخضار المنظر اللي فيه أحسن رائع. من نادي الجزيرة، أيوه. وما بادفعش فيه ولا مليم، باشم هواء نقي وما حدش يقدر وبتاع. ياخده منك، وما وما حدش حدش يقدر يقدر ياخده يحط عليه منّي. سور. بالضبط. لو عايز ياخد منّي لازم يُقف قصادي in a court of law. أنا قصادك أنت، كresident. قصاد كل السكان. بالضبط. ناس ممكن تُقف ضده. لا، لأ ممنوع تبني هنا، ممنوع صح. تعمل هنا. صح. فهو يعني أنا مش باقول كده لإن أنا مش قصدي إن أنا أتعالى على أي بلد تانية أو أي ظروف مختلفة. أنا بس عايز أوضّح إن في options تانية. اهم. في options مش option options. للواحد إن هو لإن في صعوبة. أنا برضه صح. مُدرك تمامًا الprivilege بتاعي إن أنا قدرت أوصل لهنا أصلًا. بس قصدي إن في option تاني إن إحنا لو قدرنا نغيّر النمط المعيشي بتاعنا. والواحد مش لازم يغيّر الدولة ويغيّر البلد، هو يغيّر الحتّة الحتّة اللي هو واقف عليها. اختيار إن أنت هتعيش إزاي النهارده. اهم. إن أنت مش هتجري اللي هو جري ورا تجري ورا القرش والّا قرش يجري وراك زي ما بيحصل في مصر دلوقتي. أيوه. اللي هو أنت تجري جري الوحوش غير رزقك كلام تحوش. فهي basically طب أنت ليه بتجري أصلًا؟ أنت فاهم قصدي؟ عايز توصل لإيه؟ أنت عايز توصل لإيه؟ هل في احتمال إن الحاجة اللي أنت عندك دي دلوقتي أنت ممكن تعيد هيكلتها وتعيد يعني تدويرها بحيث إنها تبقى مفيدة بالنسبة لك وتسعدك؟ اهم. تدّيك سعادة. ده مش معناه إن أنت تكون متواضع وإن أنت تضحّي بكل شيء وأنت ما عندكش مثلًا goals وما مش عارف إيه. بس إن إحنا يبقى عندنا almost a fetish. الfetish بتاع اللي هو الself improvement ومش عارف مين اللي وأنا بعده، بتاع واللي بعده. وهاوصل وأعمل واشتري يا جماعة الموضوع أصلًا بعد ما تخلص التجربة دي والواحد يحصل له burnout والّا whatever بتعيد النظر وتقول لك طَب أنا عملت كان كده عليّا كل ده ليه من ده وباعمل بإيه؟ إيه؟ إيه اللي أنا عايز إيه؟ بالضبط. هل أنا حاجة أنا عايزها؟ فاهم بالضبط قصدي؟ فعلًا. بتقضّي وقت طويل جدًا بتعمل الكلام ده كلّه، وفي نفس الوقت بتحس إن أنت بتحُط ضغط على نفسك من ولا حاجة. بالضبط. بالذات لو أنت عدّيت مرحلة الsurvival، يعني أنا مش بس باحاول أعيش لا، لا، كل لا، يوم، لأ. لأ أنا خلاص وصلت وعملت كل حاجة، بس لأ عمّال أزوّد على نفسي حاجات ومناصب وفلوس وحاجات أنا مش بالضبط، محتاجها. بالضبط. وفي الآخر يعني عايز أقول لك حاجة إن يعني أنا ما أقدرش أقول لك عن تجربة لإن أنا ما وصلتش للlevel دي أصلًا. بس أنا خلاص اكتفيت بال ب اللي عندي. ب ب آه، بعدم إن أنا بإن الواحد مش ضروري عايز الحاجات دي وإن أنا فعلًا الواحد ممكن يبقى مبسوط بأقل. بقى أنت أنت مش فاهم عايز قصدي؟ تنشر بحث ينزل يكسّر الدنيا في الmedia أكسّر studies. إيه؟ لأ أكسّر إيه؟ هو أنا يعني الواحد يعني زي ما قُلت لك الواحد عايز الستر. بس fundamentally الواحد ممكن يبقى عنده إضافة مجتمعية حقيقية مع واللي أشخاص حواليه. اللي حواليه بالضبط. أنت فاهم إزاي؟ إمم. يعني أنا مثلًا عايز أعمل
حفلة تكريم لشوية فنانين موجودين هنا مثلًا في فانكوفر من أصول عربية. إمم، الناس دي عملوا حاجة صغيرة ما حدش هياخد باله منها. ليه ما نعاملهمش معاملة إمم، كويسة وندّيهم فرصة ونخلّي شغلهم يبان أكتر؟ حاجات من هذا النوع، يعني حاجات تعتبر microscopic بتبان اهم، تحت المجهر، بس بشكل واسع النطاق ممكن ما تبانش. أنت فاهم صح، قصدي؟ ليها يعني تأثير على ليها تأثير الcommunity الصغير ده، بالضبط. فهي community building وcommunity engagement والتفاعل مع المجتمع. والمجتمع مش ضروري يبقى المجتمع الكندي، المجتمع في إمم، فانكوفر، مجتمع القاهرة أو مصر أو بتاع. لأ، مجتمع ده معناها الأشخاص اللي حواليك، الأشخاص اللي بيتفاعلوا معاك on a day to day basis كل صح، يوم، يوم. فإحنا منظورنا لو صغّرنا الlens شوية، هنلاقي إن إحنا ممكن نضيف أكتر ونضيف بشكل كويس وننمّي عند الناس تقديرهم لنفسهم وتقديرهم لبعض. اهم، أنت فاهم قصدي؟ فهو that's the reason why أنا يعني this is أنا موجود هنا لهذا السبب. أنا بادرس في جامعة لهذا السبب. until that changes لو حاجة اتغيّرت ساعتها ممكن كل حاجة تتغيّر يعني. بس ما هي دي التجربة بتاعتي يعني. بس على السؤال الأخير يعني على آه. المستقبل القريب أو البعيد، شايف نفسك لسه مكمّل هنا في فانكوفر، بحكم شغلك، بحكم أعتقد حياتك، بحكم كل الكلام أعتقد ده؟ إن يعني أنا ما عنديش سبب حقيقي ويعني مقنع إن أنا أفكّر إن أنا أعيش في حتّة تمشي، تانية at least في الفترة دي. طبعًا مع كل التناقضات بتاعتها، يعني الواحد أيوه، يعني مهمًا كان بيوحّشه قرايبه وأصحابه ومصر والمنطقة العربية والكلام العربي والموسيقى يعني حاجات كتيرة جدًا بتوحش الواحد. المسلسلات ورمضان ومش والأعياد، يعني في حاجات مختلفة طبعًا جميلة. أنت يعني فاهم هنا قصدي؟ مستحيل، آآ يعني ولكن الواحد بقدر الإمكان بيحاول يعيش التجربة دي بكل التفاعلات اللي فيها. فاهم إمم، إزاي؟ ومنها إن هو يضم الحاجات دي يدخّلها في المجتمع جوّه بتاعه هنا، حياته. زي إحنا إمم، قضّينا مثلًا يعني عملنا أنت عزمتنا رمضان على بتاعنا فطار كده عندنا بالضبط آه، كده. فالحاجات اللي زي صح، كده هي دي يعني حاجات بتفرق، جميلة بتفرق حقيقي. أنت فاهم صح. إزاي؟ وفوانيس بقى صح، وبتاع صح. ونعمل أنا أول ما جيت كنت Christmas وبتاع. مقتنع إنه يعني مش هاعمل الحاجات دي هنا خالص، لإنه عمرها ما تبقى هي، بس مع الوقت بالضبط، بقيت أحس إنه لأ، بالضبط. تعالوا نعمل يا جماعة رمضان وهتنبسط. وهننبسط جدًا صح، وهيبقى عامل زيه بالضبط، وفي حاجات بالضبط. مختلفة، بس هو لازم إن إحنا نعمل الversion بتاعتنا، وهي حقيقي. دي عامةً أنا باحسها أمريكا الشمالية، اعمل بالضبط. الversion بتاعتك في أي حاجة. ده نقطة رائع. مهمة جدًا، إن أنت زي بالضبط السؤال بتاع كليوباترا ومش كليوباترا إمم، وسود ومش سود وإحنا كذا، كذا، كذا. moving beyond purity. إمم، إحنا مش محتاجين إحنا we have to understand في إن كل إحنا حاجة. كمجتمعات، كأشخاص، أنماط حياتية we are inherently impure. إحنا عبارة عن تشكيلة. ما اهم. فيش حاجة فينا pure. الpure ده مش حاجة كويسة، هي بالعكس إحنا مش بنربي كلاب. أنت فاهم قصدي؟ اللي هو pure breed. breed. إحنا مش not pure breeding. بالعكس ده كان التفكير بتاع الحزب النازي والآريين وكذا إحنا we don't operate عر كده. إحنا بننمّي healthy lives. الhealthy lives دي هي عبارة عن إن إحنا نقدّر ونحتفل بالتنوُّع اللي فينا إمم، كأشخاص وكمجتمعات. التنوُّع ده حاجة حلوة. لو عايزين المجتمعات الغربية تقدّرنا كأشخاص من الحتّة الفلانية أو من التاريخ الفلاني أو من الدين الفلاني بتاع كذا، كذا، إحنا برضه لازم نقدّر الاختلاف ده صح. ونقدّره عندنا، لإن إحنا أصلًا كمجتمعات عندنا تعدُّدية. وبنستفيد التعدُّدية بيها دي كل يوم. بنستفيد بالتعدُّدية وهي بتنمّينا وهي جزء من قوتنا. صح، حقيقي يعني. أنت فاهم قصدي؟ صح. فبس. فيعني هي التجربة بتاعتي عبارة عن اكتشاف التعدُّديات المختلفة دي في المناطق المختلفة إن الواحد يقدّرها ويبتدي مش بس يتعايش معاها، بس يحوّلها إلى جزء لا يتجزأ من حياته. إمم. هي دي التجربة بتاعتي يعني. صح. أنا مش عايز آخُد من وقتك أكتر من كده عشان عارف إن أنت الله يخلّيك. مرتبط بمواعيد شكرًا يا عم. كتير. لأ شكرًا ليك أنت. عايزين نكمّل بقى تاني، في عايزين نعمل بقى جزء تاني phase بقى، تاني. نعمل جزء تاني بالجلابية ها؟ لازم. بس أنا بجد اللي مبسوط جدًا الله يخلّيك. ويعني أنا أكتر. مبسوط إن إحنا أولًا اتعرّفنا على بعض، وبعد كده آه. اشتغلنا مع بعض، أو أنت ساعدتني أشتغل، لا، لا، أنت وبعد الشاطر. كده بقينا أصدقاء بجد، آه. لإنه يعني اللي ما عدّاش عليك والله العظيم فايته حظه وِحِش، فايته فعلًا كتير، فده بجد يعني بجد الله يخلّيك I'm ده so honored من يعني، ذوقك. الله والله يخلّيك يا العظيم. عبدي. ماشي ميرسي. يا أستاذ عادل. أوكي cheers. cheers.